نوبند دوسلدورف آچان دو هنر خیراتنا ود که خیراتنا هاتنا ود که ام بهیدینا و اب نوبند ببع جیگه ها همی کسن ین لرونیه که دگرن ین دخوازن سقای پناهریه بحلینن و قاربن کارکی بکن بریه دوام کرنا وان شبهر کان و دوام کرنا وان گفتگوین کو دنابرا ما چه دبر بریه ده خباته ناون دامه هلبت دسپیکا دمزراندنه دخوازه نامه همی روشنبیل کرد پیشکشی جیواک بکه تا کاربه اف جیواک به دوام کرنه دمه هدو ناس بکه و به هدو را کارن هبش بکن دواره نویساندنه دواره پیشنگتیا هنره دواره کو ام قاربن به هفدورا خباته که جدا بکن جوا خبات سیاسی خبات می روشنبری هلبتوی بردوام بکن مبست جی کو جواک کرد جواک حتی جواک جبلی جواک کردی قاربن پرکی ناف خدا آماده بکن او پرا بنیاد بکن خود بکن تا قاربن دمن پیش لوبیه که داره دار بکنن هلبت شواز خبات موی شواز کی جداتر به و ام بقاربن همه جواک خاطره تنابریه دا بکن هدو و ببها ابنا بند جها کو مروف آفرینر پیش کرده به چه رنگی دما مروف نرخه که قیمته که بده دی آفرینری چون هنرمند چینی دیسکار با او قیمت دما مروف بدوی بهتر پیش کرده بهتر خبات خواب دوام دکر وقت هم بزانن وقت هم بشکی جیواکا روشلات نابینن جیواکا مهنه کی دوری مسئله خواندنه دوری مسئله آفراندنه هم دخوازن و باس نورانا نابرا جیواکی و آفینر راکن تا قاربه آفینر برولکی باش اکتیو بلیزه ده بحثنا جیواکی باندور کرنا جیواکی ایرو و رونشکاندن همه رونشکاندن که دولمند به و تیدا آواز جه خواهی دا بگره هلبت و خواندنشی دا هبه از پیشی از ریوبر و نابنده مامستا محمد ایبش دعوتی بداره بکم که گوتنه که بیشه باش خلاص كده شلون داري بله مامستا تو بهتر بزمان عربی پیش که شتی خوانده بیجی لی ما بس دامن جبه داره جی قاربن تو قاربی بزمان خواهی افاده بکی در فت کرد جمت زحمت به ام قارن عالی کار بن بتاره هلبت لیدی ساجی اصلا اینه به جاره امری بدن مامستا سیاست مدار ما کرد ابراهیم گابان بلکه هنوی ناستتن و پی بهیستیه و گوتنه که دوسا ریوبر و نابنده و بکه کلام که مامستا سپاس مامستا ریوبر پیشوازی و حکسید که کسیم خواهده بینید که وصل بالتراب من دربا سينوري وضعت هيك زحمتي اظن هي دما بيس انسان جاكي توب بنجبو شبركك هذا كي سدي خلاص كلين بلد خد ماسكن ضب جارك اللي كذا تجار عاليه كوجا كردستان ابراهيم كابان جي روجاوا كوسان جي باجار كوبان ما و حيصل دركي جيان كلام روشنبير و بيسكاركي كرت براستی یعنی چیکاری که مرو بکی واسه دربای سینور جبو چاندا ملت کرد جبو سیاست جبو آبکرنا میجین انسان ذهنیت انسان گله کی باش ام براستی چهار پارچه کردستان
دزرفه کی داد دوادی کی دادری مدان دروی سینور جبر ویجی چه قاس امکانه بل ودر کی وسا اورگانیزیون که هر بسکر امکان بن وسا شهر کن یک برنگ کی آلی کاریا هر بکن دواری چانده دا دواری البسته دا دواری سیاست دیگه کی باشه اساس کن گله کی ربر تشتن بودی راستی چه مر نیش تشتن بچاق دی درستن ل درفت مستر باقی عبدالله درفته که باش فکری در که دوست دوست از آن در که کوملجی انا باش بجاری ناست کم از لباق میدونیم ل از آنم خصوصیات که در وای او سینورن پارتیان در وای ایدئولوژی سیاسی و سمرکان به کار کی بکی ابو بنگه که با او حساب که با امکان دی کاری بکی ام خدمت چانده که در وای مثلا داندور ایدئولوژی و حزبیت جبر ویج رجال کی باش مصفاست کم راستی میوان ما تنظیم که عربی هنه جبر ویج عرب کستنه میوان ما کسنا هاتبون هيك ما جو شباب كردية لموسع أحمد عثمان أو يجي هولندا هاتية أو يجي العربي اللي صار نفسنا كردي نفسنا اللي أو يجي كانوا بهيك كردي بشتي خلاص أو يجي كردي وجا أكبر كي ميوان ما عربي جبن براسي يعني إذا قال كيس باستكم ومخير هاتن وظرفت المن ميوان ما مش بو كمان ده الشباب أحبكن وتشكي قاضي ذا داود بيجم هندكي ملت نمعنا يعني أمسرنا كاتنا البيجم ده إنسان بيلده وداركن مش بو تكارك كيبكي خدمتك كيبكي مش بو شاندا كردي أو يقع سركفتنا كاستراتيجية نبس شاندا كرش ميوان أخر بله مامستا همه پیشی مامستا نافدار دعوت بکن ده داره کو جمعرا کرد آواز که لیخه و پیش وجی همه ریبت نمیوانی خواهیدن که جمعرا نک چیرو که خواب کنیم مامستا نافدار دک هنرمنده که جباپور کردستانیه کار هنرمند کاری که دو دریج دمکی دریج وی کاری بکه هر وها دستر جارنا و آواز جیله دخجی از دبینم که بهتر خوابنا بده ناس کرن کرن دارم سوال بیداری گله هوال هیجا گله خامو بره دلال اون همو خیر هاتنه براستی هاتنا و ام گل که پاش بکی جارای کمینه ام کم دون جی کی هادا باجی ام سپاسیا ها بوی به کار و خواته خوالم کریه امیرو مبقا جیه خوا گرتیه ام جم ناب گل خادانه تب حوال خانه تب پوچکو برای خانه باجی که خاشیانه یه سر بلندیانه یه از کردستانا باکورم هرما خارپت گردایه یعنی دفع گردایه خارپت یه بله هم سر درسی میون دجمنه داگرکر کردستان کاری کریه سر هرمه مجی زیاده کاری کرنه اما نف کرنه ام تم بفکرنه تبی بفکرن ام چی کانن تب جواکا خال تب گلی خال خاربا بکن داخازیا جواکه مچیه ام چی خال داخازیا وان دون برپرس اگر بوی پیش روزه ام بنا بگیرن بر چابه خا گل که خاش و باش دوه demek tüm sen kare bercavandi herin zede berpeş narın. Belki yek karsazlığın berpeşlığın ama bu gel ne berpeşiye. Civakana Aliye Khandine da zayıfe, zore, Aliye tendürüstik baş ne o? Baş veji yani Aliye abori zore zahmete. Em dahazya gel yakara çıka dön berpeş. Em çıka hep dön alikar. Em hep aslengen der nefinin kuru dileceğim zede nefkirin hep bugün alikar. Vaş yani bu beş arvozu berasti yani es pir haş lunum pir baş lunum iro hatına vaji veracağına bir aliye em şefhaşın em serbilindin ez var kurtası stranke du stranan bokunum da khaziya ve hevin stranek bizanım seri da diyari da khazanu hemu gudarbanan bikim bir aliye da belki caran ke masiye mecbur bu borun aliye tekniki da her dem şındane belki ke masiye envanış kabul bikim iro belki daha ziyade mefanya aliye tekniki aliye embejin belki bonek me dala karına belki onda ke masiye mehane emzede ser bir kali ne şugul yani pirzede iş perverdenini belki perverden alma da hane ama ser nabiha bejin ez pirzedenini yani bir aliye da ez demek derece birer komalar güzel dorfeun
مخابن کنالا نهاد گرتن نکال جیکینو بابویا و درجی روی اینی شمیه اکشمی وکیلیه از ها کاره سر عالیه فیسبوکه کاره چانده دکم her yekşemi bername zindi teb nivane xad dün nivanam digim cemxa ser zimane kurdi daxaziya gelmeçiye emçika gele xar dün berpers serbi aliye espir zede zaman ne günüm ezvara sırtrange bu stranan bu kunum eğer yani huncu kanın alikarın em telen bu kunum meten meylim birden kır başlıyor. Eseri de strana mamusteyn emri Aram Tigran ay dilberi bak kurtasiyan bay da ders verirken mamusteyn Aram Tigran brasti yani boyma peşenki çandu hünura kurdi da gel ki karu havada hav em her dem yübirtinin bejna haberi dütelinin mamusteyn minavi zede yani cigerkun kaos aga yani pır mamuste memezin hene herki çün eser dolovanya kadar amakaleyken yek tendürüstü afafa şu başı dönmeşin emonji slav dekin hem hakimi hem ruhani ve ranezi
بوجي وباني هايدي بري ما تهزني دليل بوجي وباني كل بوجي بقيت الذي قال نغاشتي لمن فربها Hoş bulduk. Tepki ve derbanlarının hatta navaji berastiyem gelki kefkaşın ilo mevun naskirin ve cemelciye fagirtiye bir aliyeden serbilindin. Zor spas fikin kemasi mehevci mekhabın düğe yani kari belki destime neve ve aliyeden kevun kusuran mezeneyken. بله مامسا استرانه که مم آرارات تت استرانه وی ازبر کرنه توش مرا بیشی Mem ararat. Bəli. Biraz espir zede gudarına kırım ama استرانه وی خاشه استرانه وی باش باش Andok revalizana berfedayı kanından geçiyor. Ha bilalendemde gazilerin var esma biçare.
سپاس مامستا زور سپاس از سپاس دکم بوی چپکه و دسته و دردان نبود. صابي براسي لكل آواز مروف ميجي راد وقتتني هستا خبرتني دل برسبا بار آوازان بدب آواي خواب رنگه کی بیدن براسي گلکی خوش کن ببان هر دوستان تکشکش کردن هم خوازنه که تج جماوار را بحثا چالاکی مخوی نیزید بگیدواری هنری حتی انها چه برهم در خست آلی تو دربار هنری دربار استانه تشت استانه انتا بریده هنه تشت انتای تایبت هنه و تکشکش بکی آنها سپاس دکم از ور کرداسی بیشم یعنی یم albümük من heye 2011'de albüm mukadder kıstiye dü tane klibi min hene ser YouTube ve kidici stranem te da hene ama yani klip yeser yani var me kışandını evki dü tane hene ne ser nabeminin biraz aliye teknika internette da kemasim pırzedene emvalat şvanun em aliye teknik Türkçe'de berpeş ne çüme ez ne çüme civardan ha berpeş fi ez ne çüme ser nabe ha bejim bir aliye de havalan bir parmaklarına ser nabe ha avukırın ya tışkidine yani navdar hozan navdar ya navdar ne düşünün derkede ez yani neska sankiye ser nabe navdar der Facebook'da her yekşemi saata Avrupa'yı nozde saata Ahmet'i biz برنامه زنده çelikim. Nivane juda dedim. Hınermen, Helbestvan, Dengeş, yani serve mesela sueci. Disane saat 9'da saat Avrupa. Disa bernamemin heye. Ez hatta bakazım. Ser çandu hönere, ser dirok u peşa roje. Granyamin heye ez dixazım. Mekhabın Ali Kare Bercavandi da aburi hep ki zayıfe, esteneme, işkili dayıcı tüne, ebecim yani var, hevalek sponsor Ali Karbun evjininin, ezenes, imkan defrata mı çiye, dakhazya civake mi çiye, eşşika dakhazya var dün berpes. Yani birasti zamanı dahi ki, minaşkile dahi ki helale, herkes ser zamanı ha, ser nasnama ha, ser çandu fenere ha, bu peşa roje. Eğer karu kabat edike, berpeş dikede. Demek ki xada dest pe neken, ne kan civaki bixazın. Peş de mala xada dest pe bikin, duraj der dore xada bixazın. Demek mevar nekin, nave. Be meka ba akabın herin, kılas evvel berpeşinine. Çıkanın hebra bikin. Biraz yani iro muundin ez gelki kevxaşım gelki şabun muunnas kirin. Yani iro ezemel cihar bikiye. Zor spasya dikin. Belki kemasi mecbur muhabın. Ve aliye da hinek pezede perverde jininin dixazın perverde bu muhabın yani heya ro ironik imkan defrete me golevan imkanı defrete ha ne kare kaniye rastı vaya peşa roje çıbıkın her ro çıka her ali kardun işkili dahi çıkabıdın her zede çıka berpeşdun sen bana bakırın belki karki daha hoş daha rın derkebe hole yani çi döblabe çi denk döblabe aslengem hep şey nekin بله ama kele مامستا همینها تماشاوانان گهدار بکن چه پرسکوی هست خازج هنرمند نودار دفرا بکن کرم بکن امی وی گهدار کنه امی برنامه ها امی نها وی مامستا سری ایهان شروع که خبیجی او دوی آواز هانی هنک هیدی لیت بر امی هم دنگ شروع کن وی گهدار کن هم جیجی و او جیج مرالی یعنی و آواز دسته کا شبده که محطا داوی و به برداخت اگر دمیتن هبه مامستا تصوانه تایی نبخا حاضر کرنه هنه stranek mal bimekhan khandın her نبخا چه کرنه هنه ya her ama ya mekhan بیجه کاری بیجه از دیالوگ بکم مخابه فرصت زمانه میتون ya Kerem. که her از کار دکتم yani şugulum دیالیه da از خاص که zaman زده هونا hatta daviye jitavuma jamuma az o aliyede ki kaşım
Sıfran kedisa sıfrana heremiye ya heremameye herema depe Türkiye'den karar koçan Kürdici depe Gredayı harpeteye navberat çevri ki gelsin diye. Kerem. Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Tevhonu birine day Tevhonu birine Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Tevhonu birine day Tevhonu birine Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Hortan hatiye abdane kulil kazadiye derketiye meydane nave ve tigatne cihane herdere Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine nave ve tigatne cihane herdere Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Biden gobe gazne bilen gene yaran Zaro keme kıştın day bomban teyaran Cane hafeda kiren aho kebru daran Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Cane hafeda kiren aho kebru daran Kürdistan şiirine day Kürdistan şiirine Cane hafeda kiren aho kebru daran Kürdistan şiirine bak Kürdistan şiirine Basıklı, deste ve tilli ve gerdan navinen her heaven Sabi zor spas dikin cayek edin بهێزینە کو دەمن پێش ئەم بێتر تە بەهدار بکەن بێتر ستانە تە دەرکەبن بەلا ببن هەمی کەس دەناس بکە وەک هونەرمەندێکی و خەباتکارێکیش بۆ گەلێ خوا دەخەبتە حتا داویە زۆر سپاس جارێک دن مامۆستا ئەمنەها بێ داوەتی مامۆستا و چیرۆکوبان ویدیشکارێ کورد سری ئەیهان بکەن سری ایهان پتوکوی بالکش هیات ناوی ریچند نینیکی دا ماموستا سری ایهان در سال 1961 دا لکولکا سمسوره و هم بیجن و وکی پنجمین زاروک مالباته که خودی 9 زاروکان هاته جه دنیای لدو قداندنا دبستان سرطایی جدر با کت ازمون دبستان ناهین جبر سدم سیاسی کوهاتیه گرتن دبستان برهوی نقدان دیه ده سال 1980 نهان دا لألمانیای بجه بویه لدوسلدورفه آجوکار تکسیه بو جبر جیرا دنیبیسه ده سال 2002 دا بکردی بنابه جیان نیفچو دنیبیسه و چاپ دکه و ده 1000 دا به ترکی بنابه اکسیک حیاتlar
پر توکن وی جواشان پریه درچونه پرتوکاوی آلمانی بناو تاکسی انترناسیونال جه طرفا تلادا نویا بیگ وشان خانه ریا نو آتیه چاپ کرند سال 2004 به پرتوکا پا تبل پاراشا پرتوکان فرانکفورت بویا 2004 پرتوکاوی بناو تاکسی انترناسیونال به انگلیزی هاتیه و گراندنجی همه دعواتی دکن مامستا کو بهتر خواب ناسین و هنه شیروک خواب مرا بکنه کرم کنم یه خلونه اونجا خیر خوشی سر چواب تنه اول مقدارم سپاس دکت دلی مرگش کرد جاره یکمین هم لبرا دوسته دورفه آتنه جمع هفت سپاسداره و گیان هم سپاسداره و کمالین و دفتا و مساعده دانم هم برین جمع هفت نه مثلا شیروکا ما کرده لدنه گی بلا بویه هم لهر آلیه کی تینه دینه وکه نفیسا مجی نفیسا مالباتا مجی زیده ای منو که دویشته زرگه که نه برامه چهار برای مدی دایی که دبو هم در سه برا جیان دکر باویم بخالتی دکر خواده لی رازی و لکار پر حز دکر لبر خانی من دکانک من بقالی هوی هم سره را دوین مال بقالی مجبوری مگوداری دکر حتانی که شیف چو آوا جیران مجی سیامجی بود حتی که سیام صاحب بود مگوداری دکر که یک بار یک تشتر بکرم المالا ما ده پرتوکه کنه بود چند سال شده پرتوکه قرآن جمال معات الدین اللي کسی لفهم ندکر بخواه پرتوکه که این زارگه که مخاندی 6-7 سالی خواده من پرتوکه زارگه خواندی پرتوکه البسته 20-25 سال شد در دست میکتی مخاندی وکی ده چاقا ما حواله من دبستانی جید خواده لیرازی رو بره و چاقه مدگو هم ببین ترکه کی باش بچین استانبول دخبت یا خلکر هم دشغل یا مدگو هم ترکی که باش فهمده کن که ما ببین کار که ما ایش بمدن هم ببین معموله کی باش که در فتح مالا خواه قزنج مالا خواه قزنج بکن باشه ما فهم کرد که هم چقدر بغازنجی هم نکارن ببین ترکی کی باش وال سر چی؟ سر داگر کریه نا ایمه کرده لکی جان حالیه ببین برا ببین ایمه بنگهی امت نهی چیروک خواه ما بکرده ما بخواه ننفساندیه آرشیو امت نهی اوی می بالایه هر 10 سال جاره داگر کرد تشتکی چینه کی نه کینن سرمه دوی وی رخستنه و وی ایدئولوژی تحقیق بکن اینه بفلتن تم به من خوابن دست بی گره هم کرد لکه ببین لکی جان حالی ببین هر کردک چیروکا مالبات خواه بافکال خواه جیران خواه بنفسینه به هر دکی دا بهیله بلکه نزانه خواندنه و نزانه بکه پرتوک جه امریکانه لقاسته که بخوینه امریکانه بهیله باش زارو کانن می آوا کی باش بین سر زمان نه همه بخواجی 40 ساله 45 ساله از نو رخستن شورشگری را مخابات کریه اصلا صنعت ما از بخواب بربرم سرتراشی دیگر دوباره پاشه از کتم حبسی در کتم پاشه ملسوکا باجانی سود دفروتم پاشه درفت بود چی نبود فرصت نکرد دست می از 4 سال زیتر نخاشخانه دارینی مخابات کرد
به ناسنامه کی دزی اما به تشت عالیه کی دل و پاشه مفهوم کرد که کردستان ترکیه گی حبسخانه کی مزنه از کردستان نکا جیان بکم ترکیه نکا جیان بکم سالا 89 از رویم هاتم آلمانیا لبرانجی مش خبات کرد رخستنا راج پر خبات کرد تم فکرام مدام مدگوه هم سری چیا حکی چند قرشا پرا قضایش بکن کلفتی خواب حکی براد نیگه خواه سالم ببن از لیخ معرم سری چیا روزه که زبن نفسا قریزا نفس کتم بن کتم ورمری از فلتاندم و مجگو خواهر مگو نبات تلخار ناویه هری سری چیه سری ملت بوی بلا ذاتا چونه من سری چیا جی میگو از هرم یعنی نکی که هرم شورشگریه که خورد بکم میگو از هرم خوره ورا بربرتی بکم خوره وان را شیوا چی بکم خوره ورا چیرو که بیجم نکی یعنی شورشگری که خورد دست مدا مابو از سر برا از وگریم میگو از جیانا هم لور جیان دکم مریکانان لور جیان بکم چند سال وقتی وردا گریم میدی که نهات چند سالی جل رخستنه گیرا شورشگری بکی روکت وانا کریتیک بکی تبکیه و اشته او تشته و خاشیا من نای در داخل در و تشته که رو ناوی حیاتا تا جیانا تا پشت و دیچه وی آلی دو باجی ملی نغی نه ماموستای مزن ماموستا عثمان صبری بخوا نیزگاه گنده مه و مروفا و لحنگی مزن او سر ماموستای هم شورشگریه هم نفسکاریه هم زمانزانیه نه و جیان آب عثمان صبری رو جیران موجی ما بخوا ما جیان آبی نزانه بود روزی که من روزنامه خون عثمان صبری دوی که از لوراد داگرکریه دا از نکنم راستیه بینم سر زمان یا مگو و 8 سالیه و نکنیه بقصد شورش کریه بقصد زمانزانم بقصد چیروگوانم بقصد لحنگه که مزنه و چه دوی یعنی چه تو دوی از نکنم راستیه خواه بینم سر زمان از کتم لیکولینه که درده من کل من کرده چه قصه کور بیه سربیجی گره مری بنفسینه آپ عثمان جیانگری خواه نفساندی نیوه نفساندی نیوه جی دای حواله خواه دوست خواه گوتن همه وانا جی تشتا ببشینن پاشه وانا دیه که دوبر در رخنه وان هنه او جیان عثمان صبری بنده کرنه بردوام اوی تن نگی نا عثمان صبری جی بخواه 8 سالی خوادا لسوریه جیان خواه دستا پر کسا جوان را بی را گو بین سیده جگرخوری مزه جی بی را گوار از چوم سویده ده دیوان خواه پرتوکی خواه در خستنه تجی وار سویده یا جهر آلمانیا برلین زاروکی خواه ایلور بون گو تجی وار پرتوکی خواه در خست آپ عثمان صبری گو که از کردستان نکا بترگینم یا گو تو کردستان اما تنیل کردستانی تنیل مالا خواهی تل سوریه تل افرینه قوم نیزگاه قومش لیه گو برا بینا ولد لمته بوی وی گوره از ولد طرف نکنم نه ای مگی هم پر بر مسئله پر دریج کور دریج ام رویان مجبور مان اماتنه او چیروکا که چما از آتمه دویر رومانا خواه دانسا بیربرده که من چه دیه که چه آتیه سر ما که چه آتیه سر دوست و جیران ما من پرک دویر داد نفساندنم و پرتوکا سر نخاشخانه دارونیه 7-8 جیان 7-8 کسانم برای چه وانا چه صنعتکار بون چه نامستا بون
چه دروینکار بون سرتراش بون او جونتا لشکری داگرکر چه هون این سروانا چه ما اونا داون هندر حبسه اون داون نخاشخانه دینا چه ما وقت مروف زیده دین دکن دشینن نخاشخانه اون نخاشخانه دینا و حبسه حبس ترکیه چه ماتم زیده دبن و مثلا 20 سال بعد من نفساندیه ارو عمله دنبن که ترکیه حکمتا سیاست مدار ترکا دبی مزگینی لورا مالوی فلان باجاری ده حبسه باش خاش که به سر خاطنه ما حبس خانه آمده کرنه یعنی وقتی که کارساز وقتی فابریقه وقتی چینی جیک کارا وقتی نه ملتی من را مزگینیه دبن او داگر کردن که حتی کردستان کی جان عالی دبه برا که درواز نبند که سر راست سر خراب نبا لمت کردار کسی را راحتی تنهی جبوی بگوره درد کل ما پرن درد کل ما گرانم پرتوکا من یکمین یعنی مگو از بخوا پاش بگریم سر ایمان خواه و سر ایمان کردی داتیه برای مدگو از بب ترکه کی باش ولی ممکن حبسه هم ماجی ما قیمتا زمین فهم ندکر مدگو هم شورش کردن دنیا گب مالا ما دنیا گب راحت بیه ای پاری کشیه بمرده ورمینه اگر تخواپیش نخی خواهی زمانی خواه چاند و خواه کلترا خواه خواهی درنش تو خواه خورد نکی کس نه تخورد نکی جار یکمین نبتر که نفسکار ترکا و تب دخبتیم کماله ما همون 25 سال ما تب ابر حواتی کرد دگوتن کردی زاراوک ترکیه بویوه گوره مجی اونا پرگوان چپ بونجی چپ ترکا بونجی در میجی وان دا داگرکری شوانیزم خلاص نبوی وانا دگوت کردی زاراباگی کرمانجیه اون کرد تنه کرد برای ترکانم و چاقه مچوی او پرتوکا خامچا کردی کرد مانی سر ماسا وانا مگو باجی لاتینیه که این کانو بخوینن وانا لین ریان اما کسی نکاوی بخوینه و لیبورین خواستن سر بگوره میگه سوندا خدا مگو از رو که از بخواجی پرتوکا که به کردی آمده بکن ایلی با چقدر بردوام کرد امدن وایی 60 سال بردوام کرد 60 سال شنده جارا یکمین مبخواه چند چیروک به کردی نفساندن ایلی سدی هشته من نفساندن سر راست کرن اولا که پاکش کرد او با پرتوکا ببی اولی هات سر دکه و چما من نفسان وی چاقه داگرکر شوانیست ترکا دو گوتن کردی تنه به کردی رومان نای نفساندن به حتی یاشار کمال بخواجی کردلی چیروکک به کردی نه نفساندیه او نفس بلدی رئیسی که استانبول هبی گوتو که برا یاشار کمال پرتوکا که بنفسینه رومانه که برا 400 کلمه 400 پیوی کردی و از 5000 بلا بکن بلاش از چون یاشار کمال با معبدی دی ملاش زیارت کرد 20 دقیقه من خبر داد علاوکیل لمرمتر کرمانجی زانه کردکی باشه کردکی حره هم پر برف دا چین مگو بابو مگوتی گرت یعنی چند چیروگی خواب کردی بنفسینی گو کرم علمه درباز بویا گو هین جوانی کرده این پرتو که من چاق کردی بکن مگو هم چقدر چاق کردی بکنجی خواست نفساندن تا وکی دنه تلمه ردر کردی زانیه گرت بخواد دسته چیروگا بنفسینی گو کرم گو جیان مدل کردستان جیان نکریه
من سر کوکا هزار کتی خود درباز نکریه به آوای نویساندن زور زحمت هم ناوی زحمتی اجی فهم بکم چطور از فهم بکم از بخواه کردم او حواله من 45 سالیه افزانه دبستان سرایتی از بخواه گند لاوکی باجاری من گند ندیه از نظام ناوه دارا چنه از نظام ناوه هرمیا به کردی عالی وانا چه بیجن دخانی دا چه هایی چه تنهی چنکی از والا نماما بابی من از والا نشتمه تم از این سر کار بومه چند سال بقاتی کری چند سال شده جمع بربرتی کری شاگرد بربری جینزانن لکردستان روژه شمیه یک شمیه تنه کی چاخ راست ورن اما این سری خوب کرد کن بوی وی گوه زیره خبات پر آلی و نرنده گره مری خور دمه چی بگه خور هر گنده بگره باجاره بگره هر آجنه بگه هر سیکاره بگه بوی وی گوه نه اول دبی چیروک امکانم پر چیروک خوش بنفسینن مری کارن خالا پر چیروکا بکه ما چطور هین بو ما چطور هین نبو ما یا از دوازم از بیجم یعنی الاوکیل درد ما کردان ایما پر رکم هم دوازن هم پر تو که باش پر درونی و پر بنگری و آن فلسفه اون لیکولین اون دیروک بنفسینه ایلی پر که ما چاپ ما بلیه هم بخواه خواه امکانه حتی کدر گوگل باغجن گره که مری به اخلاقی خواه ناس بکرد که تا خواه ناس کرد بکنی خلقی گی ناس بکرد نا ایمه بسر اصرار از دنفسینم از دبیم از دیروکا چاند و کلترا باو کال خواه چیروکه باو کال خواه ای دورهیل خواه که چه راست ما آتیه که چل میجیه مده آتیه از وی بنفسینم بهدم برا سبک زارکه ما و که تورنه ما که رابون برا نوین که لا الکات ما کلا چوما از کیما نه هم لبابی خواه پرست کن هم نوی خواه پرست کن اشتاقی متن هم نو داده کرکرنا درسم این 38 چه بویا 38 چه بویا این پرکا اویان ننفساندنه او پرکی وان جیان دانجی دیسا جی اونا گداری نکرن نشتنه بوی به گره مری هر کرد چیروکا باف کالی خواه بنفسینه بخوینه درکی دفعه ایلای مرو که وره سر دکه بوی به گوره از کار ما را چیروکا بخوینیم از چیروکا پر حوال ما یعنی پر نفسکار ما کرد که دست به چیروکا دکن دست به پرتوکا دکن دست به البست دکن درده ما کل ما پرن ایلای دست پیدا کن لهنگ مای هانه شورشگری مای هاگه هم ها مخواب برخواده وقصا همه لحاتی نه ما چقدر دست دا هم هاتن مرحله که حوال جیرانو دوستنو هم خواه هم حفظه ناسته کد گرم چیرو که بل بنفسینه که هم هر کردک ترککی، آلمانکی، خریستیانکی، جیرانکی بگرین جمع خواه هم جوایی را چیرو که خوابین وایی را کلام خوابین گرکم هر یک کرد ببن دیپلوماتکی کردیه هم وانا قزنش بکن هم ملتی وان را حوالتیه بکن الله وکیل اونا لحکمات وان ردر ما ناس دکن ما قویل دکن چونکه اونا دبین یا ویا خبرتره ویا ماموسته و نه سیاست مداره ویا جیان خواه دبین و پروپاگاندا ناکی بوی بگوره کما گره هم هر یک کرد هر کردک ببین دیپلوماتک دردی خواه که ما کیجان آلمان بیانی مرگرد هم جوی را به اخلاقی به دوستانی خورد اولیه که خورد چه بکن نه تنه که درد سر ما کت بله هم هرم وی رو بین اول ورالی کاری بمده نه
گره روز خوشی مری هرجم گره روز نخوشی مری هرجم مری بر حوالیه بکه مری بیرا وقتی دوستانی که خورد اجی مروین تجی مروی او با پرتوکا منفساندی مثلا با پرتوکا تاکسیه بردا دوی چه ام دوی براتیا گلان نه با براتیا گلان مثلا براتیا گلان من که نفساندیه به 20 سال بعد من نفساندیه مگرانی دایه مگوتیه چیه براتیا گلان هر کسی را گرگه جمعه گرگه چما جمعه گرگه من ایک تقصیه سوار بونه به صورت وان گرفتنه من نفسی وان گرفتنه به کردی، عربی، آلمانی، ژاپنی هر کسی به زمان خواه نفساندیه مشگوتیه بنره موانه وانجی صورت وانجی مکشاندنه مگوتنه هم هر یک تشتکی دنه هم هر یک آواکینه هم یک عربن هم یک پولن هم یک روسن اما هم مروفن ممینه ما قبیل بکن شما لترکیه فقط چاند و کلتور و اول هیا زمان هیا دوی یک ملت یک اول یک زمان یا لترکیه جی 20 زمان هنه 20 اول هنه 20 چاند هنه لبرا آلمانیا جی هر کس مبینا ما قبیل بکن اره تو کردی تهی ام ورا کارون افدر جیرانتیه بکن ام سفت ببین جیران نمینا بوا اسیمیلاسیون ورا خواهد نه وقتی ده اسیمیلاسیون سر ما کرده پر زیده بویا کرد باکور و کرد بین روژاوا و باشو فرقاوان چه هایی؟ فرقاوان پر تشت هایی چما؟ کرد باشور کرد روژاوا لمال خود زیده عربی دی نکن زیده فارسی دی نکن اما ایمه کرمانجا امدگی مال خوالا تلویزیون ترکا کتنا مالا ما شبداندنه ام ده فیلم وان دنرن نان وان شیر وان دنرن او زمان وان به هر ایدولوژی وان هر آلی دیگه به میجی ما و گیدیج ام خواه اینا نکن ام ده به کرد نوات تشتگ اما کرد باکو شرط دیگه که راتره چکن بوی بره سر کرد باکو همه در سطح بدنا تمام استان از زانم گوتن دیگه تا گله همه دم بدنا تجی همه دم بدنا هر کسی که کوب خواهد باخره یعنی پیشی هم خواهدن او توی خوابار بکن تشتاله دمه بدنا وارد بوی گوره چند چیروک از به نفساندن چیروک به چه آوایی نفساندن چند چیروک به آوا گیده نفساندن به آلیه کن اون درونی لآلمانا نوبرا شوفر آجوتوان نوبرا پنابر اون نوبرا کردالا نها مریکانا پر میناکا بده و یک تشی ود نفساندنه که مری به یا اون با ایشانا با کارنا لبر دبن نابر یعنی یکی که عجیب بکی یکی به بوی انسانیتیه مثلا من روزه که او پیرکی مجرد پیرکی گو همار اینجا موالی من به دسته گلا که بی مروی دی او روزا روزمین اویه گوته بوایی دی از 3 ورقی زده بتایی بگو تشتک نابه همچون او دست گلا من چیچک مگرتم برن مگو اشتا من دیر خست مگو حال مسئله هاگه او میرکات مشگو با گلانا اولا تا ترشاندیه دست گلاتیه تا بره و هر گوز ناگرم مردا خاصی خواهد و سکتر به هر گو برانه جمعه چما اونا بره حواله هف بونه او پاشه ناستامه و جنکه تنویه جلاوی خاره ناستامه جنک یک ناستامه خواهی خورده خواهی آلمانیه گوتیه لاکه من بره بزرجه هرچی ناستامه آلمان بگره او جنکا دجانی بویه اینک جنک خستنه جنک وندر کرنه بی مالی دا که فقط دنرنه برگریم سرگریم میری قبول نگیر
پاشی از وگری ماتم ما چیچک مگل لبر دانیم میری چاق عرده کرد و مبارد کم کرد مهانی دا جنی کوی کلیگری بی هم وگریان چون وردا جنی که روشا جنی که نباشد وردا مدی روشا جنی که نباشه مگر جنی بر بحره مپرا یک تش تربیت کرد مگو جغارک ویخز مداوی جغارک ویخز میگو یک بیا که پیرا بینم برا خورا حلم خواره وردا جنی که را مقال کرد مگو یعنی دنه سونیا دنه منه میره خلقی خلاص نابن او یکی در پروبلم چی کری یکی دته ببینی ور به کلام مگود وردا او گلانا گرت نوبت بحره روی جنگی کن بو او سکات سر به او خواهد گوارتن نه گره نوتسکار پیش روزی جی حکی خوفه بده ملت خواه خوفه بده مروبا یعنی پر چیروکه ور لنه چیروکا مثلا پرتوکا من پاشن و پرتوکه در جاره یکیمین 20 سال بعد من نفسانده بود نفساندن چیروکا خواه پاشن ماتنه میری و یا چی او وقت چیروکا و پرتوکه پاشنه یکی هم بین خوجه زر من مستا اسماعیل بشکچی جبوی کرده پرتوک نفساندنه جبوی کرده دو 7 سال حبسه دا ماهی وقت جزا دانه هم دیسا جی میره تم بوی کرده نفساندیه اجار وای دبن حبسه که دکن اندر دبن قیفه دا لبید لیدان دخل زیاده چوه دستی وی دخل دخازم پیچی وی بشکینه پیچی وی او دکن لی دخل برچوف کوی آیا برچوف کوی جه دکن دامن عرده پین دکن پارچه دکن اجار به نخاشیه نخاشیه ورمه کتیه چند علاج خواه بشارتنه دکن ما علاجانا جه پین دکن دست بگیری دکه دوی لو تنمیری چما دگریه دوی مسئله نه لیدانه مسئله اول درمانه نکن ببین حبسه را درمان دین برچاف تامین کردن پر زحمته یعنی او چیروکاج مجبوری به نفسانده بود اویا میناف کرده بود ویا چی بگود دگو کره من برچف که خواه بگره نبا هر تشلی آماده بویه گوتیه تمام همه برچف که تا بدن و تا بشینن اوده که ایدی تشتو مشتین خواب برهف بکه و بده سرهف از تا بشینم آلیه گیدن کنجی خواه لخواه دکه تشتین خواه کم دکه و خواه آماده دکه علی به تن دوده دمینه و کنج خال که او به خمگینی درمان خواهن کتی عرده کم دکه و دفکره او دست خواهن ورمی و بریندار دنیره و دبیجه از بنویسینم چه دبه بلا ببه از بنویسینم از دریه خواهد بمشم 22 سال بعد و 20 سال بعد ویا نفسانده بود از بردوام دکم از هر چی دنویسینم رو 7 پرتوک من چاپونه 3 پرتوک جیمه به حواله را انتولوژی چه گرنه رو 10 پرتوک من هنه از سربلندم از شوراش خواه و خبات خواه بردوام بکم از زاروک نمرودیم از جای بیلی هاتم دلی اویا وقت گیروکا 5000 سال بریه این کس نزانی چی بنگایی ویده های روژه که همی قالا
جای بیله بکن سپاسیه و گیارا این ادویم عجز نبود ممکنه دو سپاس داره بدن مامستا سری ایهان گلکی خوش بون تا راست تچیرو کن دناورو که کنتو که نخوان دلیتا بگیشتی بحثا خبات و سرطیاتی واقع افش بوما گرینگ براستی اما جوارا بیجن که خبات نابند دامه هفتن بردوامه اما مهی جاره که ام هدو لبه داره دبینه البته ین بخواده پیوندی مرا بکن کاره ما روپلا ما کمبونا زنان آزاد بشکوپینه لفیسبر فیسبوکه و کاره تبلی کوم عمل سرواس آبیدن و نابه کوم عمل کلستان پیشی یعنی کسی که بخوازن خود قید کن نمره خواه بجیل بکن دلی کومه دا کارن آگاهدار بنجی چی شربیرکه یا چالکیه که بیکرن دمن پیشتا هم مهه جاره که ایوه جاره که هم لبه داره هدو تشوفن فیسبوک ما روپلا کمبونا زنان آزاد امواشان زندی چه بکن و هر وهای جی ام دخن سر یوتیوبه بلاد دکن جی بو خلق بزن بیک و خبات ما خباتی که آزاده ام نگری داینه به تر خستن سیاسی برفت ما وکیلیش همو کس سر جوره نرین نوان الوست نوان ام تنه دخوازن شاخ خواب فرح بکن تا ام بکن حمی جیواکی به جدابون به آوای که یکسان همی جیواکی را تکندار بن هر واجه ما تم مرج نینه ام همی کسی دبجیرینن تنه این کسی نانی برو آلیم تنگ واین آلیم دشکناتی باید چن اموانا ناپجیرین هل بلش بر مروفاتی وساد بجه مروف هانی ریم چوت و تنگ واد مشه او یا هل بد نجویرینه ام ریم برفره قازن شاخن خواه برفره بکن ابدو ناف بکن اب نابند اما بده ترک ناو همو جواقان همو چاندان همو هنران طایبت رو به کل کار جی خال رو بگیرید یعنی لکل جی کار جی خواهی بگیرم امنها دفعه بدن و کسی پرسک خواه با گوتنک خواه با بیجه کرم بکن تدخواست چیز بیجه کرم بکن kurtasi براستی یعنی ایرو که خوشم بکم اجام هب جی گرتیه هواله سر از بیجم زور سپاس گل که در پیشی هیا دمک درجه ام هواله هب ناس بکن لیکی سر علیه چند و هنر نویس چیرو کم پر زده و کم هب راتنه اما وای که دنم هواله هبن چقدر هواله ام ترکی بنفسین مرانای مال اما خازده آسیمیله دکن و خازده خاندا دکن بلا دو پیون بلا کردی و بلا کیمه بلا پارکش و بلا کردی و یعنی پر زده تو آلمانی انگلیسی هر زمان که بزنه هم بر زمانه کسی نه من جد خازن بود پیش روزه ام سر زمانه خاز زده بسکنن جواکم زده اسیمیلاسیون بیه سدی دا هشتی سدی دا نوت اسیمیلاسیون مزین دیاسپوره دروا سر کدر خابونه کدر جیه خابگره ویجی نزانه ام ترین کومالی ها دمک درج برا güzel dorfe ve hereme da komalama ho belki her hal ve derime her diye ama demek derece bana xaşa kreş covid 19 ketiye navberi neska se salın qadaxay zede kesmekane bilcem her gran hediya mine ve evju orta radyo boy peşaroje em disamina belini tencem hep desteği xo melexa dedin hep کارو خواته خواهش و باشی دمشینن او که اولی سری دا کردیاوی دا که ماسیحه یا از هیوی دکن پیش روژه daha ziyade ser sıkını daha fere bibire berça bekha van ke masyanaj orta ra deke daha xaziye civa ke rajı dö berpirs dö mina mamusteki dö berpirs ezü heviye dame ez bem ke masyan tenen ke masyan jene hevalna ve demek ke masyan din birasim rexne bike rexnem bikin kes ke masya bulim ez on ke masya çareser bikin em hevale habin demek ke masya mra neji ez on ke masya belki xafa nol که مسیح خامور که مسیح مرا بیشن سروان بسکن از زمان نیشم یا تو چون مرا که مسیح میده اول گذار نکن ام که مسیح هر را بیشن ام کوی فیش روزه ده زده ریاوان رونی بکن
Yani bir aliye da Türkiye destekir veya Arabi destekir avuknene dünya mekavul dike Türk ve Arap belki zede mekavul nakın. Yani havale me Türk belki pır zede çapre Türkan mina rune male em helandır. Ya çi fark dike em şem Türkiye bağhabın em Türkiye avuk bikin em Kurdi fam nakın. Ev çel havale tu zamanı vizani ev zamanı terin zani. Demek tu zamanı da akhavi kefhaş demek tu zamanı da akhavi dili khun kadiye. نخواهد تو سر زمان خواب آخابی، نخواهد تو سر چند آخابس کنی، نخواهد تو سر دیروک آخابس کنی، نخواهد تو پیش روزا خورنی بونی. این کار دیگه تقابل نکیم. دیجم دنیا مکاول دیگه مخابه او مکاول نکن. همین بویشی ام زیده ام مالا پیش مالا خود دست بکن دورش در دورا خود. براستی یعنی با بوی من پر گرنگ ام زیده سربس کنم. میشه کردی از برای کردی هم بومن. موالات پر زده yani tamam belki Bengahi hav ama Kürdiyama zede Türkiye. Kürdiyama zede Türkiye. Yani lu aliye da eğer kan peşa rojaha em her ramleha bidin her kemasime haven em parva bikin em şirova bikin em her der rexneci bikin ama bana del firyani dostani rexne ve em peşa rojaha daha runi daha rindunun از سپاس دکم بوی حواله سرجی بوی هاتن آوازی از زور سپاس دکم از گل که کیف خاشم. مامستا خوابده ناف کرد هست که فعلا نمیشه. خواهی تشکی بشی؟ نه بود نه اولا اج خازم یعنی بشی خاناف کرد بدم خواهی تناف کرد. یعنی لاحمده. بله. از بله. علی سامسونی ما بود نه هوا گفتن اشتباهی که متطرزه یا دیگه که هر کس شماره ها پاکش بکه دنیا پاکش بکه. بله. این کجا گرز که ام هر کس به مال خوا دست بکن زمان خوا به کلتور خوا بسر کوکو عادت خوا به طرف خوا دست بکن ام قانون پیشکش کن. ام کرد واسه 1000 سال ام بدر آسیمیلاسیون ترکا عرب و فارس داره. از این مال کردها پرکادا قرآنی کریم دار کرده دیوه. بله. پرتوک کرده تنه. پرتوک تنه نه. ام به دین، ام به اشته کلتور خواب، به دلایل خواب اشته خواب دمی کار کردن. بله. مامستا یحیی سلو تتخاطب چکی بیجی مامستا نویسکاره و هلبت رمان نویسه و کاریکاتوریسته. هلبت گلک تابلوین خواه هنه تابلوین خواهین وطا باکش هنه بهتر تابلوین خواه ناظرو که وقت تابلویانا رخنه سیاسی نه ام حضر کن گوتنی ویجی ببیسن کرم تمام سن دیوار هم لازم در سپاسیوات کن براستی یعنی مگر بی باجاری هم تب و سپاسیواتی که و جیکی ویویچ وقت ادرسه که آوار کریه و تبگر کریه اف تشتگی جی که خوشیه برستی دمی وقتی ادرسه که با وقتی پای که وقت وانی سر زمان که کسی بداری جرابانه هم تو بینن دانستانی بیاییشه بن ایسا دیوس پاسیوات کنیم هقل eğer zahmet navese nave khab baş nave khab xelke kuderi ve bugün de nasıl bakın rasti belki cari kemine sedunum yani badara nav nişanı ki rast بهتر آرمان جانابند آمه ناس کرنه کجیواک هبده ناس بکن aynı naskırında هره ما مستا کاریکاتوریسته رمان نویسه هر وها nave khab شورشگره چند سال بله از بهتر ne آره کم بکن او خوازه تخواه ناس کرن بشیم یحیی سلوه از کرد روش آمانه کلبی باجاری دچیم از 14 سال آمانه سرکلام کیف خشم بله مستا اروها امی دمن پیشی جی البته امی جبوتا ما مستاجرت آمده بی دمن پیش هیوی به نمونه تج ام بیجن کشکی ام بیجن سمیناره که بدی ام
جبوتا ما أري بيشنجه جهة يعني حياة كاسي دلبن از خواهی بکنم بداره چون مشتیه خاصه نزدیکی بداره من حاضرم قلق باشه براسي ام ذي كيف خوش بن هالبت وام تخازن يعني خبات ما بدام بكي وهن آگاهدار بن جکار ما ام هر ماه جارك الوی نو تشتك دينجي گرنگ هيا جبو كورس زمان كردي لوی داره ام آمادن بدن شاگردن خوا زاروکن خوا بخازن تبلی کورسه بن هروها کسن مزنجی کسن هانی دخازن زمان کوفه زمان کردی ببند و داره ما ام بیشن بریا برنامه زومه ام قارن بگهن زاروکان و قارن جی زاروک آوای کسایت وارن و داره جی لور کورس زمان کردی جی هروها انگلیزی هروها فرانسی همی کورس و داره ناوندا و دبستانه چه دبن کردی جی مجبور کردی جی ورد و قطان دیه کی بخوازه زاروک خواه تومار بکه کاره بخواره و داره ناو زاروک خواه بنویسه و بوی رنگی حتی کومک گروپک زاروک چه بن یان کسر مزن چه بن هم کارن دی وانا را کی جان روژه همه درس کردی بدن وان همه بدن وان الأستاذ محمد ريفي قصائد شيخ. والله أنا صراحة كنت أحب أستمتعكم أكثر بس للأسف الإضاءة غير كافية وأحيانا كنت أخربط يعني الوضع النفسي كل شيء يساعد. يعني نأسف جدا ونعتذر على هذا التقصير. على فكرة إلقائي أحسن من هيك بكثير. مع ذلك احنا استمتعنا بالإلقاء وبالمعاني وبالكلمات وبالأبيات بس هالشيء محسوب علي على فكرة. كل شيء محسوب علي. نتمنى ان منظر تاريخك يعني. كل شيء محسوب علي يعني. في عالم تابعني وكل شيء محسوب علي صراحة. في حضور أكثر من هيك جاي إبراهيم قابا جاي أهلا وسهلا. جاي أستاذ غيبة لا في أكثر من هيك مجموعة كتاب وشعراء حواليك كل شيء يعني لو تجمعهم في كاس ما بيجتمعوا. العفو تشرف بوجود بس أنا كضمنيا أنا ما أقنعت نفسي. بس أنا ما استمتعنا والله استمتعنا. يعني معلش بس احنا انت منحتنا فرصه انه نستمع لك يعني احنا شرفنا. صراحة أنا بحب أصل بنفسي أولا أو الآخر إلى الذروة كما ذروة الحب. أكيد حقك ونعتذر عن هذا التقصير لكن نشكرك جيدا انك نشكرك كثيرا انك اعطيتنا الفرصه ان نستمع اليك ولو في ظروف لا تناسب تاريخك المشرف. نعتذر. خلينا نناقشوا شوي قبل ما يبرد شرينا هو احسن؟ تفضلوا اكيد طبعا. هو انا حقيقه دخلني محمد بباب فتح الباب فوتني باب ثاني وفتح الباب. يعني خلال ما عم نلقى شعر انه ما شفت حالي اني انا رحت فتت بابواب وتسكر الابواب كان دائما مفتوح من كثر اللذه اللي انا حسيت فيه وعم بقرا. ويمكن ما كان حاسس انه عم يعطي شيء عظيم حقيقه. القاء الشعر بحد ذاته هو فن. في كثير كتاب كرد وعرب بيكتبوا شعر بس ما عندهم لغه يعني ما عندهم خبره في الالقاء وما عندهم هيك النغم ما بيمتلكوا النغم حتى يقول الشعر. بس انت يا محمد حقيقه لاول مره انا طلعت على مدرج اكبر مدرج بجامعه حلب هو مدرج الجاحظ معروف بجامعه حلب. المدرج بالكامل مليان وحتى على الممرات في عالم قاعدة وعالم واقفة وعمادة الكلية والدكاترة يعني في شعراء حاضرين فائز العراقي وعصام ترشحان الشاعر الفلسطيني كان حاضر ويوسف طافش والد الممثلة المعروفة نسرين طافش كلهم حاضرين يعني صراحة أنا ما تلبكت بكل جرأة وطلعت وقريت يعني عالم كثير استغربت يعني. بس في جانب أستاذي في جانب أنا حكيت الجانب المشرق بس الجانب السلبي بالموضوع إنه كل اللوحات اللي أنت قريتها مو كلها هيك مفعمة باللوحات الأدبية.
في كلام عادي. انا حسيت انه حتى الشعر الحر، انا ماني شاعر، انا باحث، ولكن حتى الشعر الحر انا اعتقد هذا الشعر بحاجه انه لما انت تكتب الشعر الحر، نزار قباني مثلا يكتب الشعر الحر تشوف كل اللوحات ويسكرها بالقافيه الادبيه الحديثه، حتى بالقافيه الادبيه اكيد. الشعر العامودي، الشعر النثري الى اخره، شعر صديقي بس انه كان في، انا قصدي انه كان في مشكلة على مو خاطر كلها قباني يكتب شعر تفعيلي، ما يكتب شعر ايه حديث. المشكله. لا هو الشعر التفعيلي هو الشعر موجود. خليني اسالك السؤال مشان تاخذ راحتك بالجواب. لا جانب النقد أنا درست أدب عربي. انا انتقد وين؟ انه ما هي كانت كل السطور اللي قريتها، طبعا انت طغيت بطبيعه قراءتك عليها، خليتنا ندخل في غيبوبه، بس الواقع في شيء ثاني. بعد الكلمه كان طبيعي جدا، وانا فلان كان طبيعي جدا، مو كلها كانت هيك مفعمه بلوحات ادبيه عميقه. يا ريت في هذا الجانب هيك تعبيه كثير، كان في لوحات ادبيه رائعه، لوحات شعريه رائعه، فهذا هو الجانب النقدي. بس القائك رائع، قبل النقد. أنا عندي لوحات، يعني فيني آخذك لمساحات عديدة، بس المشكلة مو هون، إنه أخلي المتلقي كمان يشوف فرصته. يعني مو معنى إنه أحيانا لما أكتب كلام عادي حتى أشوف متنفس للكلام عادي، بالنهاية أنا بشوف متنفس لنفسي وتسعد بها. شرفة حب. قد يغيب الناي في وادي الأسى عابرا يهوى التفاف الحرف حولي، فأنيني نغمة بين الموسيقى تنتشي صمتا على إيقاع طبلي، دمعتي زرقاء في قلب الخوابي، دمعتي تغفو على أحداق كهلي. شرفتي تنساب في جسر طويل عالق كالوهم من سهل لتلي، دائري بؤس هذا الكون شاءت الأحزان أن تحيا كفصلي، جامح كالنار أشقى في جنوني، عابق بالسحر أعدو مثل خيلي، شاعر للحب والإنسان، قلبي واحة غناء تغفو فوق سيلي، عبقري الحزن أحيا مثل جرح غابر كالأرض من قبل وقبل. تطوقني أغنيات الألم، تحاصرني مفردات القلم، فتمنحني خاتم الأخلاق وتخرجني من كهوف العدم. ترى هل أنا ظل ذاك المدى وشكل الأسى أم سليل الندم؟ لأني أحبك يا طفلتي، حياتي اشتعال وعشقي نغم، لأنك قلبي عبرت المحال، هزمت الرياح محوت السقم، ولي خلف كل الدروب ارتحال، ولي دمعتي كبرياء القمم، نزيفي لأجلك جرح الشعوب، وفي ثورتي عنفوان الأمم. أسير بعينيك الدروب تسافر، وتبكي حنينا للربا فتهاجر، إليك احتراقي لوعتي وقصائدي، فرات أنا للأخيلات وطائر، فينسل من جفنيك عشب وجدول، ويولد من جفني الشتاء المكابر. ألامس حزن الياسمين بدمعتي، وفي برعم الورد الأنيق مشاعر، وفي ساعة النجوى أضمك لحظة فتشدو أمانينا وتحيا البشائر، بصدرك تستلقي البحار صبابة وترسو المواني
تستريح البواخر. تفكر أحزاني بحزنك عندما يراودني صمت عميق وحار. جوقة جمر من أحرف يسري النسيم الهادي، نبعا يفيض بجوقة الإنشاد. ما عدت إلا جمرة تخفي الأسى، تخفيه حزنا في وميض سهادي. زدني بريقا أيها القمر الذي قد بات سجنا ضيقا لفؤادي. أدعوك يا قمر الغرام فأنت لي، أرجوك أن تشدو بقلبي الصادي. إني ضللت النور منذ عشقتها، فعرفتها تقسو كما الجلاد. وهنا على طرقات بيت حبيبتي أعلنت يوم طفولتي ميلادي. من أجلها هي ذي القصائد تنحني، من أجلها هذه الحروف تنادي. أنا نجمة حطت بصدر جمالها، وبضوئها ضاءت شموس بلادي. حررت حزن الدهر عبر صبابتي، ولفظته جمرا ونار رمادي. وبنيت صرح الحب بين قصائدي، ورفعت هام السحر فوق مدادي. ولذا ولدت مع الضياء كسيد أبني قلاع الحب ملا جهادي. الأرض تحيا باتحاد العشق في نبضاتنا في عالم الأضداد. إن اتحاد العاشقين قصيدة كبرى تهز ممالك الأحقاد. أدعو لإنسانية الإنسان أن يحيا النقاء يضيء كل سواد. لم يفتح التاريخ يوما صدره للعاشقين لغاية الإنجاد، بل كان دوما عابرا بمرارته للضائعين، وكان بالمرصاد. سيكلم الينبوع أعماق المدى عن كل مأساة وكل جماد، عن قهرنا المسكون في نبضاتنا وضياعنا بمتاهة الأوغاد. أنا ثورة للغارقين كآبة، أنا بلسم للعاشقين وهادي. سيكون ذاك العشق أعظم ثورة تشدو لها الدنيا بكل عناد. إني نصير الحب في زمن الدجى، ومناهض لخرافة الأجداد. أدعو لمجتمع طبيعي الرؤى، فبه نحقق حلم كل منادي. القصيدة الأخيرة عسلية العينين. عسلية العينين أنت المرسم، وقصيدتي هي لوحتي أنا أرسم. عسلية العينين عيناك المدى، عيناك فيه الليل يكبر يهرم. شفتاك في فصل الربيع شقائق حمراء في روحي، وخدك برعم. نغمات صوتك جوقة المطر الذي يخفو على البلور، حزني يرسم. في مقلتيك مدائنا مجهولة، عيناك سيمفونية تترنم. أنا باحث عن موطني وهويتي، عيناك موطن كل قلب يغرم. إني اتخذت العشق في لغتي، فمن عينيك كل الأبجدية معجم. من عهد قلقامش كنت مشردا، من عهد قلقامش كنت مشردا. عشتار تعرفني فتبقى تكتم، أنكيد يعرفني وسيزيف الفتى. نيرون يحرقني وروما تغنم، وطني الجبال ومهدي نيران الذرى. والحب ملحمة يرددها الفم. أنا مبحر في بحر عينيك الذي لا تنتهي، أمواجه تتضرم. قلبي بعينيك
تداعب قربا، قلبي بعينيك ارتداعب قربا، فطفولتي في داخلي تتقدم، فرأيت نورستين تخفق في المدى، عشقا بعينيك النوارس تنعم، ورأيت أحلام الملايين التي يجتاحها الإعصار لا تتجهم، شهبي تعانق عشقها غرقا هنا بسفينة أشلاؤها تتحطم، يا للفرات يفيض من عينيك يا جبلية الأحزان، حزنك مفعم، أنا بالعيون متيم متأصل، ما كل من عشق العيون متيم، ما كل نخل يشتهي خيلاءه، ما كل قلب ينحني أو يندم، وأنا الدموع ببلع عينيك التي نحو البعيد تغيب، وعدا تقسم، في كل آذار أراك صديقتي بصقا يفجر جرحه يتبسم، أهدي بآلام الثلوج وعشقها، وأسير يتبعني اللئيم جهنم، فالسحر يهتف فيهما متألقا، والجاذبية فيهما تتبرم، بل وحدها عيناك تحمل عالما يخلو من الآلام، إني أزعم ما عاد حزني طيعا بل دائرا، يا طفلتي ما عاد حزني يرحم، وكوردة أغفو بلمسك لي يدي، فيجف دمعي برعمي والميسم، يدك الرقيقة لامست جرح الشذا وتحولت نبعا فمنها زمزم، عيناك نافذة الحنين إلى الصبا، وملاذ عيش خالد لا يعدم، وملاذ روح الناسكين جميعهم، ونشيدهم فطقوس سحرك فيهم، سيبان آرارات جودي في دمي، في كل عصر لوعتي تستفهم، في كل جرح غابر جرحي أنا، وقلاع عشقي كلها هي دمدم، عشتار هل أنت الخلود بعينه، ونهايتي مثل القصيدة تختم. شكرا لكم. بس شكرا لك سيدي. القصيدة الأخيرة حقيقة القصيدة الأخيرة كانت مميزة جدا. الأولانية شوف أسلوبك هو أسلوب صوفي، حتى إلقاء طبيعة الإلقاء أسلوب صوفي، يعني أنت متأثر بالتصوف، تصوف الإشعار بالتصوف، تأثير مباشر. القصيدة الأولى ما كانت هيك عميقة كثير، كانت مجرد، بس الأخيرة كانت رائعة. هو التناغم والتمازج بين الفكر أو الذاكرة الكردية والتاريخ الكردي والأشياء اللي لها علاقة بالفلكلور والوجود الكردي مع قصيدة صوفية. طلع أنا بسميها الأسطورة حقيقة. شكرا كثير. هذه القصيدة كانت روعة. أسلوب المشرق، أسلوب النقد، يعني أو جانب النقد في الموضوع هو أنت أنا حسيت أنك أنت عم تقلد نزار بإلقاء الشعر مثلا في القصيدة الأولى، نفس النبرة، طبيعة إلقاء القصيدة من الطبقة الأعلى والطبقة الأعلى منها والطبقة الأثرية قريبة جدا من النزار، تبني على فكرة، وكمان القافية أنا شفتها زيادة إلقائية، فكرة القافية. أنا يعني من عشاق الشعر الحر، ولكن هذا لا يعني أن لا يطربنا القصيدة القافية، كان نوع من القافية، لهيك أنا حسيتك بالفعل أمامي أبو نواس. أبو نواس فيك أنت، أنا هيك يعني أنك أنت تخرج من منطقة أنك أنت مخذ التقليد، أنك تكون شبيه لغيرك، أنك أنت أسلوبك رائع، بس أنت عم تحاول أنك أنت تعطي لنا نحن عم نسمع أنك أنت شبيه لغيرك، كأنه نزار على طبيعة كتابية. إيه محمود درويش، لا نزار، خاصة نزار. محمود درويش له أسلوب جداري خاص، تلاقيه هيك طالع على الجدار، دايما على الجدار. لا هو أسلوبه يطالعك، ينزلك، يعني يخليك تروح بس، لكن كأنه أسلوب يعني مو من التقليد. حسيتك. أما الكتابة حسيت إنه بعض الفقرات كانت أبو نواس خالص، فأنت فيك تخلص حالك من هالشيئين، يطلع عندك روح خاص فيك أنت، روح الربا. هو القصائد كتبتهم
المراحل الجامعية 2007 قديمة. وبالنسبة للإلقاء يعني هو هذا إلقاء إذا بيشبه حدا فبيكون مصادفة وليس تقليد. أنا ما ببالي قلة حدا يعني، ولكن هذا اللي طلع معي هذا الرأي. بس أنا أحيانا بلقي بشكل هادي، بس حسيت إنه بقى الجمهور بيحب شيء مرتفع، بيحب الشيء الجمهوري، فعملت هذا الإلقاء. بس بالعادة أنا ما بلقي بطريقة عفوية وأقل حدة. وأنا قرأت قصائد عمودية. هذا الديوان فيه 3 أنواع من الشعر، فيه التفعيل وفيه الحكم. بس ما بعرف جاء على بالي اقرا عمودي، يمكن تاثرت بمحبتي للاستاذ عمران، فقلت بدي هو ميزاني. اذا قال لي انت اسلوبك امورك تمام فاوكي، انا بالنسبه لي حكون سعيد. هو التاثير باين، تاثير الاسد باين مباشره فأنا على الالقاء القصائد. انا لاحظت اذا اقرا له القصائد الحره ممكن ينام يعني. هو اخذ جرعه منوم من محمد رفيق وياخذ جرعه مني بينام مباشره. انا قلت اليوم في كلمه صغيره: من كثر الكلمات يا ريبر أضعت الهوى، وفي يدي الأصفاد والفم، في ظل متاهاتك الجامش إلى عيون الهوى كهوف الزمن الندم. جزاك الله يا صديقي، أضعت الطريق في شيب وهرم. لا هو القصيدة الثانية كان معبى. القصيدة الثانية كان معبى عبارة عن معلومات تاريخ، فلكلور، أدب كردي، له علاقة هيك بالشخصية الكردية التراثية. كانت رائعة. هي لازم هي في بداية الديوان، لازم تنصب الديوان وينصب الديوان لهذه القصيدة. نعم أنا أوافق الأستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. القصيدة الأولى كان فيها يعني بعض الجمل المتداولة اللي نحن تعودنا نسمعها. القصيدة الأخيرة كانت كثير يعني فعلا حلوة، واحد بيتشوق يسمع اللي بعدها. ولما كنت عم تحكي عن من خاطب إنسانية الإنسانية من عندي لقاشة مشرده، أنا بالأول ما فهمت بلسان من تتكلم، لا لسان العاشق، لسان الكردي، لسان الإنسان ما كنت فاهم، لكن الأستاذ وضح كان عن الكردي. هو معلومات كردي بس هو مسألة إنسانية حكاها يعني عمل تمازج بين الإنساني والكردي حالات. يعني الإنسان هو المشرد من عندي يعني هذا. نحن لازلنا مشردين من قلقامش اليوم مشردين، لازلنا مشردين. حقيقي يعني مشرد. أنا بوصل لك بالعشاء لازلنا مشردين ابتداء من الأمازيغ وإلى الكرد. في عبارة أنا ما فهمتها، سيبا أرارات. طبعا جودي أرارات هي جبال في كردستان، بتكون جنوب شرق تركيا. بس جبال حلوة يعني كبيرة. فهي جبال عندنا عجبني كثير. أنا من عشاق اللغة العربية، في البحث. أنا العربية عنده طاقة. أنا أدب عربي، درست أدب عربي من السنة الرابعة. ما قدرنا نكمل بسبب الحرب. في هذا الديوان صراخات ضوء له خصوصية عندي يعني. هذاك الوقت سن الشباب الأول يعني كنا نميل لهيك نوع من الشعر. لا اللغة العربية ما عليها أي جدال. أنا الحمد لله طبعت الكلمات بالكامل، ما في عليها أي نقاش. لغة جميلة جدا اللغة العربية، بس يعني مدخل القصيدة الثانية الكل أجل إنه القصيدة الثانية كانت أحلى، بما إنه دخلت التاريخ مع الأدب مع الوطنية مع يعني عبر على كافة الأوتار ما شاء الله. كثير كانت حلوة وعم تلفظ الكلمة، هي اللغة العربية الفصحى لكن تنطقها بالعامية. بنكهة عامية عادي بس إلقاء. شعر الحب هيك حبيت أول ما بدأ قبضة قبضة يدي مشدودة. جميل صحيح. لما كنا نسرق التوت من جيراننا ما نفلت القبضة على طول بدنا نخلصها وناكل. شعرنا كان يسرق التوت معلش؟ كان يسرق كلنا سرقنا التوت. ليش مين فينا كأكل قامشي والحسي كيف كمان ما سرقنا التوت؟ غير الكردية القصيدة الكردية من هدول اللي بتوصلنا على قامشلي وبيطلع فينا. تمام. شروكة ولا تأكيد. الكردي لا.
ما راح نفهم شيء. للاسف ما راح نفهم للاسف يعني گر او سرو کوچا خاکر گل و بین حزار سروک ام او گل کرد رسن خوی نامه آفران دیروک گر ام نبن دولت و هیز گر هل ندن آلا بروک جی نامه و بیواتبه آزادی و ببه چیروک واره بدو جینا میا پایتختا قمری و کبو دا پیر و با پیر و با از برکرن او ما کوکوک الله. انا احتج وانا لا افهم. لو بس احتج والله انت قلت الله يعني وصلك المعنى ترجم لنا يعني وصلك. طيب هو عن شو بدي احكي يا رب؟ انتم مترجمين. هي الترجمه هذا الكترونيه يعني صرفات الضوء يعني عم بقرا نفس القراءات اللي قرات لكم اياها يعني المعنى واصل معنى واصل يعني انتم عم تفهمين نفس القصائد اللي بصرفات الضوء. مترجمه هي النسخة الكردية هي النسخة الكردية قال هو قال بين الشظايا وفي نيران قال فيها أطفالنا والثكالى والزكاة رباوي قال الكردي يقدر يعطي الروح نفسه الكردي نفسه يعطي الروح نفسه باعتباري أنا كاتب القصائد فأنا فيني يعطي الروح نفس الإحساس انقله للغتي بس الترجمة ما بتصير ترجمة لا وعملها نفس الروح يعني عاطيها نفس الروح. أنا الترجمة بتضيع إحساس لا أحب القافية بس أحيانا يكون الشعر هيك يجذبنا نستمر. ريبر عنده أسلوب رائع. يلا ريبر. بيلا زانينه بباخي أبينه بخملة هبون أمي تشي بكن بينجها زانبون ديجي طارية قول برستن قريج بهر آواي بشكين آسيبون جواكا روناوش خدين الخبير لسر ملي و بيورا داينه جمال باتي بقرن ريا آواهي بخندن و كد خوش بكن بيجينه چقاس باري وندابونه زحمتا دما ام جبيركن ريا زاغونه أبا رستا من ريچا هستن شيار جه ايشك بنتي جه خمگينيه أبا هيزا زانياريه گر أبا وهرشين ببن بخچين هاينه وهرشين ببن بخچين ماشي مدد وزهر الشيء والله ما بقيش مشكلة ما الجبل خونا منتو دل برامن ترگولا روبار و دشتن خوشوینا منتو یار شاهیا آهنگ و ججنن تو دیرو ککته دخندن لیه بونا جینا گلن دستره بلبل برمن دنگی وی آوازا جنگان او بهارا آزادیه بو گرستان زاروکن یار به دنگ توکانی مای کوچ بر دیلا کونان آورن تا آوازا بین رندکن چا بنت باران سنگات دریای شیرین آشتی دانیل جیهان البرو از پرمست و گیجم را دکر و نیا ازمان هر دو سیون تلهین شنکرن پرور لجیان ام جهورا بون دمصل بون هابین و زوستان تو گیانا رج آوایی افرینو دیری کوکوبان تو زمین دلداری آسیمانا او رچوکان سيداي تريج أسلوب تصوفه
جبوا منتدى دوسلدورف الثقافي يرحب بكم وفي هذه الفعالية التي ننظمها والتي أنظمها أنا وفق برنامج معرفيات ومعرفيين وباللغة الكردية زانيار. هذه المرة فعاليتنا ستكون بشكل مميز، وسنحاول في هذا النشاط أن نستمع إلى أصوات لم يتم إيلاؤها الاهتمام الكامل، وفي هذه الأمسية نحاول أن نستمر في رسالتنا الثقافية لتحقيق الأفضل. نابندامي روشنبيري بنامه خواهی روشنبیری بردوام دکه ایرو میوان ماوی دو هلبسوان جنبن یک جه ناوی هند فالکو جه مغربیه و آدن نزهت سیدو هلبسوان کرد جه باجار عمودی روجاوای کردستانی. الشاعرة هند فالكو من المغرب تجيد عدة لغات: الفرنسية، الإسبانية، الأمازيغية، إلى جانب لغتها الأم العربية. طبعا تجيد اللغة الإنجليزية أيضا، ولديها ديوان شعري مطبوع صدر حديثا باسم أوجاع مغتربة. أهنئها على صدور هذا الديوان وأدعوها للحضور، فلتتفضل مشكورة. في البداية قبل أن تشرعي في قراءة بعض من قصائد هذا الديوان، متى بدأت في كتابة الشعر؟ حدثينا عن تلك البدايات. أول شيء السلام عليكم، وأشكركم على الحضور وأشكركم على الدعوة، وأشكر أستاذ ريبر على مجهوداته مع المنتدى دوسلدورف للثقافة والمثابرة في دائما تجهيز أو تنظيم ندوات مثل هذه ثقافية. والبداية يعني ككل واحد بداية بتجي هيك، يمكن صدفة، الواحد حتى ما يكونش مفكر إنه بيبتدي شيء أو راح يتطور الأمر ليصير ديوان، بتكون هيك بدايات بيسجلها الواحد وبعدين يتطور الأمر. نظرا أكيد ظروف نفسية، تجارب اللي بتمس الواحد بتخليه يبدأ بشكل ما، سواء شعر أو رواية أو كتاب أو فكر أو رسم أو هيك. كانت الأمور ما كانتش مترتبة، كانت صدفة. قيل إن أصعب أنواع الكتابة هي الشعر. هل تجدين الشعر من الصعوبة بمكان على أن يبدع الشاعر أو يبدع الإنسان القصائد؟ ولماذا قيل برأيك أن الشعر صعب ويعتبر من أصعب أنواع الكتابة؟ بالنسبة لك كهند فالكو، هل وجدت صعوبة في كتابة الشعر؟ هل أنت من النوع الذي يكتب دائما؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، صراحة أقدر أقول إنه إذا الإنسان كانت عنده موهبة هيك موجودة حاضرة، لن يجد صعوبة في ذلك. بتكون صراحة الشعر بيكون كتلقي مش كصناعة، وإذا الإنسان تلقى يجي شيء جاها هيك رسالة أو إلهام أو شيء، مش راح يجد صعوبة فيه. بالنسبة أعتقد كأي إبداع، مش بس الشعر، لأنه عنده قوانين خاصة وشروط خاصة لازم الالتزام بها، بس كمثلا الرواية أو شيء مثلا نفس الشيء عليها كمان قوانين الالتزامات لازم الواحد يلتزم فيها. بس أعتقد لما إذا كنت موجودة الموهبة قوية بشكل ما، مش هيكون في صعوبة. هيك رأيي. بالنسبة للأكتب دائما، مش دائما
الكتابة بدها شوية تركيز، شوية عزلة هيك عشان الواحد يستمع لنفسه، لخلده، ليستمع للكلمات عشان تطلع كإبداع. هذا هو يعني مش بكتر، يعني كتابات ثقيلة شوي. نعم. أنا أحب أن تحدثينا عن كتاب الأوجاع مغتربة. محتوى هذا الكتاب ولماذا اخترت هذا الاسم بالتحديد؟ هو يمكن مش كل القصائد اللي موجودة هون لها علاقة بالغربة أو بالأوجاع، أكيد، لأن غالبا الأوجاع الحياة هي اللي بتكون مصدرها الإبداع شو ما كان شكله. الأوجاع الواحد أو تجاربه الخاصة بيشكلها على غير شكل وتطلع على شكل إبداع. زي ما قلت مش يمكن كل القصائد لها علاقة بالغربة، بس شفت كان صراحة كان عنوان مؤقت، بس شاءت الأقدار إنه هو يحتل محل العنوان، على اعتبار إنه الغربة إحنا عايشين فيها، وعلى اعتبار إن الأوجاع دائما موجودة في الحياة، وأكيد دائما تأخذ جزء شوية من القصيدة. أيهما كان الأسبق إليك؟ الفن التشكيلي أم الشعر؟ نقدر نقول كانوا متلازمين في نفس الوقت. لهما علاقة؟ لا أرى ذلك. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي يتم تعبير عن ما يعتري الإنسان بالألوان. نعم. أما الشعر فبالكلمات. يعني إذا ثمة علاقة بين الفنين. يعني في ناس كثير عندها تعدد المواهب. نعم. يمكن بيعبر على نفس الحالة النفسية، يا إما على شكل لوحة أو على شكل قصيدة أو على شكل رواية. ممكن هو نفسه يقول إنه هالإبداعين لهم علاقة، ويمكن ما يكونش لهم علاقة، يكون إحساس مختلف تماما، حالة نفسية مختلفة تماما بيعبر عليها بشكل مختلف، بس دائما أكيد في علاقة بإحساسه وبتجربته وبحالته النفسية اللي بيعيشها في هذيك اللحظة اللي يتم خلق هذا الإبداع. هل تستعينين بأوجاع الآخرين للتعبير عنهم، أم تستعينين بما في داخلك؟ بما يعني هل التجارب التي نعيشها نحن كأفراد، هل كتاباتنا تعبير عن تلك التجارب أم ليست بالضرورة؟ قد يكون هناك تمثيل فني. لا أكيد لأنه مش بحكي على حالي بس أو تجاربي الخاصة، في مواضيع كثيرة بتمس كل الناس، ويمكن كل واحد يقرأ قصيدة حتى لو كانت خاصة لتجربتي ممكن يلاقي فيها حاله. يعني مش إشي اللي غريب عن الواقع، بالعكس مثل ما قالت صديقتي من شوي إنه أي قصيدة سألتها عن رأيك شو قالت لي أي قصيدة بقراها بلاقي فيها حالي، أو بلاقي فيها حدا من معارفي عاشتها، أو يعني تجارب واقعية ممكن تمس كل الناس. الآن تفضلي وأسمعينا ما تحبين من هذا الديوان. خير هاتن هواي نرمند عمران عزيز ونرمند هجاخ داود خليل. دائما أفضل الافتتاح بفنجان قهوة عشان ما عزمتونا على فلوس. صوت شوي والله ما يصير فنجان قهوة من هذيك. صوت شوي. ارفع الصوت قوية. اوكي بحاول. انا هيك كمان سمعت اللي فيني موفي بس مش اسمع. فنجان قهوة وناي وقصيدة، فلتذهب مر الذكريات إلى جحيم الماضي والدهاليز البعيدة. مر القهوة صار عسلا، أنين الني أضحى نسيما، وقصيدة الهجاء عندي إكسير الحياة وقود الأماني المتمردة العنيدة. لا حاجة لي بمنجم يقرأ فنجاني، فسحر فنجان القهوة يقهر سحر العرافات، يبدل الأقدار التائهة إلى مراسم سعيدة، يزيل الشوك من طريق مخيلتي، يمنحني جناحي الصقر وعيني زرقاء اليمامة وبصيرة سديدة. فنجان القهوة عندكم أسود، وعندي ببياض لا متناه ممتد إلى حدود الخيال.
حر كفرس متوحش لم يجد له بعد فارسا خيال، كبحر عميق تنوره أمواج عاتية شديدة. فنجان القهوة عندي صديق ناصح صدوق وفي واضح لبق، قاسي الكلمات كالرمح لا يخطئ هدفا، صريح الشك في أغوار مكيدة. فنجان القهوة يا سادة فن ورقي وعبادة، مذاق اللحظ به حلو، كلا أنا لا أضع السكر، قساوة مره عسل، ها هي ذي به تظهر، وإن عانقت الحنين به تاه بك طيف الصور. شكرا. أحب أن أسألك سؤالا، من هم الكتاب أو الروائيين أو الشعراء أو الذين يشتغلون في حقول الإبداع، من الذين أحببتهم وكانوا بالنسبة لك أساسا وحالة لإخراج هذه الموهبة الشعرية في داخلك؟ أكيد كلنا مثلا متأثرين بالشعر الجاهلي اللي كان فيه المعاني القوية والكلمات القوية والتعابير القوية، هو اللي أصلا خلق فينا حب الشعر. هذا كأول بالنسبة لك يعني بالنسبة لي هذا أول شيء. أكيد مع تطور الزمن، تطور الثقافات، صرنا شوية على خفيف، على شعر حر، على الواحد كمان بيتأقلم مع الجديد، ما بنضلش متأثرين مثلا فقط بالشعر العمودي الجاهلي. كمان تأثرنا بنزار محمود درويش، بالكتابات الحديثة، يعني هيك. كونك تجيدين أكثر من اللغة الإنجليزية الفرنسية، للكتابات بغير العربية أو الكتب الغير العربية، كان لها أثر في تكوين الشاعرة هند؟ مش هقدر أنكر، لأن في الأول أنا كان اتجاهي كله، حتى الكتب اللي كنت بطلعها كان فرنسية فقط. عندك كتابات باللغة الفرنسية؟ حاولت أول محاولة كان عندي 17 سنة صراحة، حتى ما احتفظتش عليها. نعم. أول محاولة جات هيك وما قدرتش أنام إلا لما خلصت هذه الكلمة. بس ما احتفظتش بالقصيدة وكانت بالفرنسية، ما اهتميتش بالموضوع، قلت يمكن هي نزوة وريحك عدت أنا نفسي ما عطيتش اهتمام للموضوع. أكيد هذيك الساعة كان فيكتور هوغو، كان لافونتين، كان كتاب كتار بس غربي. بعدين حتى التحول مش هقدر أشرح ليش كان تحول للغة العربية أو للشعر العربي، يعني ما فيش حدث هيك محدد أقول لك لذلك صار هذا التحول. هيك حب اللغة، اقتناع بأن العربية هي أجمل لغة، اقتناع بأن العربية هي المستقبل، اقتناع بأن العربية ما في أجمل منها باختصار، وصار هالتحول هيك. وصراحة فرحانة به وأفتخر به. شو بدك تسمعينا هلا قصيدة قبل ما نفتح المجال للمداخلين؟ في قصيدة تجسد الحوار الشبه مستمر اللي يكون بين النساء والرجال، الحرب الأهلية المستدامة اللي كل واحد بيحمل الثاني المسؤولية في أحداث أو التغيرات أو المشاكل. أو أنا حاولت محاولة بسيطة إني أرد أو أطرح هذا الموضوع. العنوان: وأين هي؟ أين هي الأنوثة التي ورثتِ؟ وماذا أخذت من أمك؟ لماذا بلت؟ ألم يكن عليك أن تضلي حيث وقفت هي، ولا تخلي بالأفكار والقوانين والعرف الأجل؟ لما فقدت خدودك حمرتها عند الخجل؟ لما صرت متمردة عند الملل؟ ولما لم تخضعي هادئة تحت ظل رجل؟ أنا فعلا كما قلت، وصارت ألواني كما وصفت. ضاع مني لون البراءة، ضاعت مني رائحة الخضوع، لأني نافستك في الهم والحرب والجوع. حملت معك الجرحى والأموات وضعناهم على طريق لا رجوع. تحاورنا تقريبا في كل موضوع، في الشعر والموسيقى، في الرياضة، في السياسة، وتحدثنا عن كل الحمقى. سافرت معك إلى كل الربوع ولم أمل، وحملت حقائبي على ظهري ولم أكل. حملت امتدادك في بطني ولم أخجل.
أبعد لم تر أني أشبهك؟ لا تلمني إذا تكسر ظهري، قد حملت عليه أكثر من قدري. لا تلمني إذا شحب وجهي، أنت من عرضني لألوان القدر. ألم تنادي بحريتي حتى لا تبقى وحدك؟ ألم تنهك قوتي لتبرر ضعفك؟ ألم تعد برعايتي وخلفت وعدك؟ ألم نسر في الدرب معا وغيرت هدفك؟ الحر حتى إن لم يعد وعد، وأنت عاهدت وأخلفت الوعد. ألم يكن من الأجدر أن تبتعد؟ سألتك بألسنة عدة من تكون فما أجبت. استحلفتك بادعاءاتك ألا تخون فخنت. فاطمة الزهراء والبتول وماريا، وما دفنت من الأسرار تحت الإسمنت. لم أطلب منك غير الوفاء الذي فقدت، لم أطمح إلا في القوامة التي منحت، لم أنتظر إلا الأمل الذي صنعت. ألم يكن أجدر بك أن ترعاني بالرجولة التي ورثت؟ أجبني إذا إن استطعت. هاي ذكرتني بقصيدة أنا هلا عم بكتبها، من كيد الرجال وليست المرأة، من الرجال. ليش مو من كيد النساء؟ لا أبدا، النساء. كتبت شيء في الفيسبوك على هالموضوع؟ نعم أنا اليوم كتبت، قريته بس في الطريق وأنا جاية. من كيد الرجال، بس كتبت مقطع مو شعر، بس كتبت مقطع، بس أنا كاتب شعر عفوك اللهم ربي ذكوري لا يجيد الرجولة. من له سؤال، من له شيء يستطيع أن يسأل الشاعر. والله أنا بدي أقول مشان كتابك الأول نحب نهنيك ونبارك لك من صدور ديوانك الأول، وفخورين إنه بتواجدك معنا هاي ثاني مرة. جدا شيء رائع، وآخر قصيدة أنت هلا ألقيتيها جدا رائعة جدا رائعة. أنا مع العلم أنا بكل بيعرف ضد المرأة، ماني مع المرأة، لكن أنا هلا ضد الرجل. أنا كمان ضد المرأة. أنا ضد المرأة والأستاذ ريبر بيعرف إنه أنا كثير عنيد من هالناحية، لأنه الغربة وهاجرنا، حتى الرجولة فقدت معناها بهالبلد، الرجولة فقدت معناها، والمرأة نسيت إنه هي مرأة. لأن الرجل تخلى عن مهمته، أكيد رح تحملها. الرجل تحول لذكر بس وليس برجل، والمرأة تحولت لرجل غصبا عنها، لأن فشلت المهمة اللي تخلى عنها الرجل. وحنضل في الحرب هذه اللي ما لها نهاية. بابا روجين كانت تشتكي بيجي. والله تشتكي مشكلة على داعمين، كل يوم معلمين. مبروك إن شاء الله العمل كده. الأولاني أنا ارتحت لها أكثر من الثاني. أنا حسيت الثاني مكتوب على نمط المحمود الدرويش، على نمط الثاني. كان هيك أنا نمطه، بس أولاني كان أوزانه جيد يعني. كمان أول كتاب أول قراءة شعر كمان يعني له. مبروك، نتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله في المستقبل. تشتكي خاطي بيجي. أول جوان. تشتكي كلام كده، تشتكي خاطي بيجي جويرة. الله يعطيك العافية. شكرا لأدائك وشعر جميل وكلمات جميلة، ونتمنى لك التوفيق والنجاح دائما مستمر. بارك الله فيكم، متشكرة كثير على حضوركم وعلى استماعكم إلي، وأتمنى لكم كمان توفيق إن شاء الله. كلمة أخيرة حابة توجهيها قبل ما نختم الحوار معك؟ أنا أشكر المنتدى الثقافي بكل أطرافه. أول شيء المؤسسين، ولو أن أنا منهم مشكلة، بس أشكر الأخ ريبر لأنه دائما مواظب على يعني تنظيم مبادرات ثقافية هيك. وأشكر الحضور الكريم، ممتنة كثيرا لحضوركم وكلماتكم الطيبة. ميرسي. شكرا. أشكر الشاعرة هند فاركو على إمتاعها لنا من خلال قصيدتيها اللتين قرأتهما لنا. أمنها أمي هرن واركي دن بما قريدايا راستي من هالبسطانا كرد نزهت سيدو موي لمارترن بيوانديا جيواكي مشو باندبو مدديت كو جنك دلخازي كو تشتكينو بآفرينا ومخواست إيرو ببا ميوان ذينا بنده مخواست كو أم جنيزك باوي ناس بكن وبشوبينن وهالبستي ويجي قهدار بكن
و هلبت وکن زانن یعنی ناوندا ما تریکو کس آلیکاری یا پیشگیری جیرانا که همی کدن ین من وک منه ین امبیجن جدور جگلک دورن دور تین تنش بو خاطری بیجن کووا مومک وکتی هیا ناوی تاریه دا ناوی پاشگاه کرنه دا براستی ام دخوازن او موما تدی کچقاس رحمیه ویجی نوصا بالشوق باجي ام تخازن او موما هول بدن وكتي بمينا ام تخازن باجاركي وقت دوسلدورف پایتخت في ایالتی ام ناخازن والا بونك روشنبري كردي لفيدري چه ببا از هول ددم قاس جمتي با آلیکاریا هنرمند عمران عزیز و باوی جوان و کسن جامعه ينتين فيدري مهمه ام دخازن به هفدورا چالاکین روشنبری آزاد جه قیماسی و سقط بونن دمن بری فایده ببینن سوده ورگرن و هول بدن تشتکی پیش نفش نو دینن از ناخوازن دریج بکم از تنه از جوارا پیشوازیا هلبسوانا کرد نزهد سیدو دکم کو بی کلاک مز کو هم هنکی ویش نیزر بابشو بینن و ناس بکن و بازار بکن در دورا بهبینه هم دمک خوشی در راست بکن خیر آتی هلبسوانا کرد دیار اما براستی ام حوال نجيبها يعني ام هبدو ناس تكنش نيزك و جار جانا بهبرا دا اخذن و هلبست ويجي تمي از دبينم او جي هلبست ميجي دبينم از پیشی خازم تو گوتن کی پیشی بیجی خلاص کرم بدی بخیر هاتنی کشتی تکنگی دست به هلبست کرد چما هلبست سلام الدنيا وقش بخير هاتني سلسلة سرجع هاتني عم بيبي ليش أبيك خوش بردود الواسكن ومدلي كيفيتي خيني دي وإن شاء الله عم نقول هاتنا وكي باوبن ومش مراسيب سأترجم بورقنا الشاعرة نزهة سيدو تتمنى أن تقضي وقتا جيدا معنا وسؤالي كان إليها لماذا اخترت الشعر دون سواه؟ كرم أفتشتكي جبري كيف عم جيتها بس تزاني بيجنا كردي ولا تشلوه مخدرة خو تمام نكر وأز حبي زوجي جبل فيكي أز بزارو كان مشغول بوم بمالي وتزاني بيأبشلو البيركي ميكي كلها وبشتي ملكات غريبية بيتر أشجعي مسري تشتي مهما كان فوق الشعر بشتي زوري جاخو كتن جام دمر ولا تم داعش هجوم كير ملتي ما قشت هارواري بوستر حدود عقش هاتو كشتين في تشتي قشي تأثير المكر وكيفية تجي وقتي بداعش قداسة داعش جكر تبع جاري مثل حسكي كيف عم يجي وجاري بيك هاد يسمع بس نفسان كيفية نفسين حزني نفسين رجالك إجبنا قلت تجع عمودي هذا بيجي حسكي شوا مرة جامع حسكي يعني هم بيجي تقول حسكي زوجي لأنه خالص زكماك خالص تجع عمودي أجبندي الحبشي عمودي حياة صفا بين جامل بين صالة من الحبشي هون جيبي في العمودي قالك باشا برتوكي خا بزمان عربي تشاركر تبيشي بزمان عربي نبي عربي بدايات الشاعرة أيضا باللغة العربية فيما بعد ذهبت للكتابة بلغتها الأم تنقلت بين مدينتين مدينتها الأم عمودة وهي تقع في شمال سوريا غرب كردستان والحسكة كون زوجها من مدينة الحسكة بلي قالك باشا نابي برتوكي تي بعربي شيء نابي متاهات الغربة متاهات الغربة نفس متاهات الغربة وأوجاع مختلفة يعني هناك قضية واحدة يعني تفتكر هيك غربتي كوشبري دبيجن دجوري كوشبري موني هنا كوشبريا مروف دواليتا وكوشبريا مروف ترباي وليد قالوا تا كيجان كوشبريه دجوارتر سرخوا دبيني هر دو كوشبري ليك كوشبريا هندري وليد زحمترش ترباي وي
شنو كوجبرياز زكية ولاد وقتي جمرو بين ولاتي مرو الشر سلبي وترس ومرو بندست مامر أم بندست من ولاتي خود بل شرسوني جامين بندست عليه بكي بندست بون قال لك جي نابي وان تنبو نابي وان شقوسي أو إنسان شاطر بازاروكي وان خد بالك مدرسة هذه بس بندست نابي وان تنب كتم بون نشتي في شاري الحمد يعني ديس يجي بشكل باش ونجي مكتوم ونجي مكتوم نعم بس برضو هون إيه وانا أصدق اسمامي ماني زكي ما بس أم إيه ما هون إيه وانا بس جاب بشتي ذرك هاي ترجي هين زحمة تربو ولا ما هين جيران تربو غريبيت قلبي برزورة دمالبات ودا كس نویسکار هبون يعني كس وصابيتر خدي هنا هنا أبقى كيما جيتو بحما شيخو أو قلت الشعر حسيت قال لك يدخل ولاوكي أبي من متكامل أو سليمان شغل الشيخو أو جي نفسي أجدر أو موسيقى قناة رونا هي استيرته الشيخو لا أبي من أو شيء بله نرينا تا نپرسه بیشتر بکن پارتین مین کردیان ریخستن مین کردی نرينا تا جنب کار آنی لی پیشگیری دانه جنب أنا تحد وقتي أحد أنا هذا جنامة بيشكتي الشرطة عادي بي إسلامي راستي بيجي أنا قلت يجي بيشكتي يجي بدري تبحثا آلیه كيدكي يعني آليين بارتيين ما يعني ريخستن ما پیشگیری ددن تفکرن روشنبیری لی بهتر گرینگیه ددن سیاسته نرينا تا يعني توقت شوبيني والله حرب يعني تجوان راضي يعني جوان راضي شلو بيجي ما أنا كد دوي دم هادي عادي زلاندك بله بي زلام رأي ام دوين واج آلية الشر آلية سياسة آلية سياسة دي بخدي نوروزي هنجير دوي بله وآلية روشنبري واج بر كنت بشتي هاتي ألمانيا يعني تشاوا جهدان جبو جناب خرد تديد خرطة قلسة تشاوا أنا بشتي هاتي خرد الوي بشتي ذكرتي إجت معاناة خود الفرد دخيني تشتي الولد زحمة والفرد كاره دخيني شمال ويداري الولد نها درخستن قالوا فديبون هابو لي ترس هابو مروف نكاربو تشتن خوا أشكره بيجي ترجي هابو فديبون جي هابو وجنا كل أعمالي تنيبو زارو ومالو يعني وضعي نوك يجرب جبطالي جنا شهر دوارة دي مري شبكي أما أزيق جي از نخوشی مهنه سریع و عملی که زندگی سلامتی برشون از دکاری هر دوام ما دکاری بودم وقتا چادی واسه کاری برای پر ساعت از راجم سبرا خب قلم آخوتیم قلم باشه بابی رامان برتو یکی آلی کاریم پر باشه هم سپاسیاویش دکه سپاسا هر کردکی یان هر میرکی پیشگیریا جنه دکه تا پیش کرده یعنی پیش کردنا جنهش پیش کردنا ظلامه و بلد بود نگی جهد بجهد باش چه میرکی گوره جنه کن اما اینها دیگه منواری هر بسته تا چیش مرا حاضر کیش مرا بخوینی سر ولات سر تشتی تو تخوازی سر بسته هم تخوازی شکلی ولاتی بیجم بله ولاتی من أزمة أمجيوين لبي دنيا بيها أمسيوين نكاري بوم جتا دور بم تجاري لبا إيرو جتا دور بم يبجاري جبير ناكم كنورا دايتا أخوة دما تشتا همي داتاني برخوة تباكر من ورم مالي غزالي وإيبار بس ورم مالي متم دليس أزوجين وجوانا هبالي من أول تتين جيرانا ولا تيخوش بيرناكم تجاري أنا بربم دجين بهستخواري أنا بربم دجين بهستخواري بله نها امبيجن كسي خست هالبس تبقى ستران يعني امبيجن تكلي تب نرمان دارا هي خاطرنا كيش مرة بحث هاي بكي بري تو درباسي هالبس كده هالبس فاني كيش مر أول شيء شتراويكم ماموس بابي دلو بله محمد فرمان بله وهي هالبس مديت بنابي بدني خوش مربوط وجمشان
ستران وقت ستران كل وقت قصيداكي وقت فان سيدم وخشكل بلكي يعني او بخا بدنجي خوش بدنجي خاخ از بحث دكمكو هل بس انتي كوبونا ستران تشتي في مصاهي ما مستا أرد شيء خلو بله أو لكردستان عراقية أو جمهورية مخص تكسر حاليا من نشر عندي وما مستا مدني جميل ويك مخصتين ويك كريم هوزان أوجي كيس فلاشر زعلان المهم بابا جراي ويجي يك مخصتين وخديك يجي ایک دیوان هم چه دیگر یکی ایزیدی او جی ما مستقی دنگی پرخوش نبی فرهاده ویجی یکم جی خستی و مدعی نیش و مزانی بوده بیده و بوده مغز شما تا پیشی بری خدا اشوانگد و جی او جی مرویزاوی من او جی سعودی جینا او جی یک مخست أو سر كشكا خمبوت بوشيلان عمي كشكا مسعودية. بله. نها لشما تيشي بري خدا زمان عربي متى هات الغربة. إما زمان مسوي بعربي. عربي. ومن ما خدناه مش عربي بر. وش غيجي أمدرنت كتن أمدور زمان تشتغل دنيا أيضا يروزي مده درا ودكتور حشيكا ومحيا مش معي يروزي. والله حتى ما مش معي يروزي ما دروا لسه فكر. ما خدنا خوش دكتور. والله يعني شنو داش ما نها هل بس كذا بخونه اسكا بوكك سبين هجار وبيخلين هروجي لجيكي از بيوار وبيجينا لا زمانا دفرم لولا تادقرم نكارم بهيورم ندكارم بقرم سلطان بن سنبلي من كرم بلبلي من قل بردان دلي من وقت سلملي من إيرو أسبنا برم دي باسكم دي برم أزوكي كلام برم تبربير أزرم يعني جالك باشا بس تا خشم راستي ووصا كرتن جي شما وصا هل بس تا كرتن شما تحج يدريش ناطي البستيوي زي مداخلات البستيوي غنائي البستي غنائي البستي غنائي نوك هالبستا قلت قابك لسان مساحكي الجمهور كله مزنات البستي غنائي كرتن هذا بدي اقول سيداي التليج او شهر لحين اللي بالي بالبيسين بس او هالبستا عول تكارد وبالك هالبستا عولي ترى ولكن من أزود أمجيوين يدي بيجي وحيد أو لم يخرجنك بالله مرة أم حمي خلقي حمي قلنا لازم نفدي بكنا ولكن من أزود أمجيوين دبي دنيا بيها بدو أمسيوين نكاري بمجت دول بنتجاري ليفا إيرو جت دول بمجاري جبيرناكم تنورا دايك أخوة تما تشتا هدير داتاني برخوة تباكر من ور مالي غزالي بوي إيبار بس اللي ور مالي متم دليس أزوجين وجوانا حوالي من أون كتن جيرانا ولا تيخوش بيرناكم تجاري أنا بربون بالجين بهستخاري خوشن أم هل بس كدنجي بيجي هل بس تا خوشن صرت عليك تشكي بيجي دايك سكينة نعم وابتدت أو جهة المندة فتران بيجيك بالودين داول خليل جبوك حاول تكتبي يا بابي رنا مدير أعمالي ما إيمانك أو خيك إنسان داعمي مرو يعني دعمة مكتير أزفاز كل كلمة يعني أزيك أجيني ولا أنا قالك عشان تسلم فوري تشمر الشعتاري دمن تقولي بهاري هرد برهن تدشورن آوري توجي نابورن وكي دباسكي تلورن مسكو عم برجي دفورن آوري نرمو دلوبان تردد نهستي مروبان كار غزالا شاو دشتان روكي تروكي فرشتان قوتني شيرين جليبا تيجي ديما بهنا سيبا
وجرنگی هیوا چارده تبدرو که پریزاده هیوا چارده یا گروور سپی بوزی وک مرمر یان جوی انیات تیدر یان جوی روکی گروور یان جوی روکی گروور تبي صداع جزيرة خلنا أبين ها ببرستيجي بكرة بيتر تشي أمريكان تشي برتوك خان بري أو على كاري دلك ترى كرن هيش تنت خورتي هالبستي بالمسيا تيك هذه بشتي بعربي هالبستي خدني لسان ما مستعمل الشيتراوي كلك يتكم وبشتكيان قلت شمات هالبستي عربي طبعا إيماني عربي جي تقريبا تلقيت خوان تقول تبقي كل ما جيبني بسين سر المعاناة تحمل شيء من كردي بس عربي خلاص تشيك يجي على كردي حاضر عربي حاضر القلب ماشي من ها عربي يجي مو خاطري هند أنا أسمع عربي إذا ما استعملت بقول والله يعني بدور داري بقول شمات هالبستي هناك كردي ودور لا أبي مش أجدر شيء قلت شمات حيث بان هالبستي ده وتكردج كردي بنفسي والله اشتغل جايز فكرين بخبراني وقديهم بهم مني مش ما مستعمران وما مست تبعني بس يبي كردي اي دم هذه بري مصطفى انا كردي فرنسي وانجليزي مرش ويا وحرفانا والله تبي دنج مرشاندن وناس بركلن وجاجاري بمدني بسان محادثه أزبط محادثه ديك خلق مها محادثه وانا بيت تشبكه من وزلوم تباراي ليش بكردي مدنيسا تشت غلط هبا تقولنا أفتشت غلط تدفق دي شورينا ودي ويش تأثيري كردي بمقلك سباسياوي أنا أنا هلبست أنتي عربي بطاطا عربي كلام صدق فنان عربي بس مش حابب بقول يعني مع عفرين ميدانية عفرين يا جنة الروح ويا نبض العاشقين يا عروسة المدائن ويا سحر الناظرين جميلة أميرة أنت قمر وياسمين أنت ربيع قلبنا أنت الحب وأنت الحنين اشتقت لليالي السمر في ربوعك الجميلة عندما كنت أشم عطر الزيتون والتين على أنغام هور الحزين وعفرين هاتو خمو خشة لعدنان دلبرين عفرين يا ضحكة الأطفال في الحدائق والبساتين حين يمد كفيه لأمه يطلب الدفء والحنين يطلب الدفء والحنان كالجنين أنا منك أميرتي وأنت مني يا عفرين ولي في روضك جذور ممتدة في عمق التاريخ لا تلين وطني أرض الجدود وقلعة الصامدين وفي سماؤك أنجم وقمر وطيور مهاجرة تغني مع الراحلين وطني يا نبض الوجود ويا أمل الملايين خوش هل هالبساطة ثانية زمان عربي؟ لا عربي كوك نكتب بين بعربي أنا المولودة فوق شفاه الزهر أنا الرحيق في قلب المياسم أنا المها أنا الطير المزركش أنا الغزالة أنا الحلم الجميل في رحم المنام وأنا البكاء في زمن الفرح وأنا الربيع الذابل الحزين الذي قد جف غصنه قبل أن يأتي الأوان وأنا ذاك المطر المنزل فوق مرتفعات الجبال أنا العيون التي لم يزرها الفرح يوما أنا مدينة الآلام ودولة الأحزان من يخبر الأفراح أنني هنا من سنين أنتظرها أخبرها أنني هنا فقد طال انتظاري فأي شيء عني قد أخرها فهل يا ترى فرح الفؤاد محال في القلب صرخة مكتومة لو أطلقتها لاهتزت من الوجع الجبال رحماك يا ربي بقلب قد مسه الضر رحماك يا ربي من كسرة الأحزان صاحبي خليت ما دوري خمجينيان خير وتجي دور خم وكسران خير راست شيء بيوست ده هالبسطة يعني ليك وان بيجن هالبسطان شو ما بيتم ميل داري مثلا خمجينية يعني وكو خمجيني
سیر به دنیای و کوچا آب سیر به عرده ربک جای عرده سیر به آب خمگینی جیجی با یعنی بوست هری مزن دجیانه داره جای ربک شاهیه اف جیجی بریاوه خمگینیه مروف کاره بنویسه مروف کاره شواکاریه بکه مروف کاره هنرمندیه بکه یعنی بریا گر نه اف خمگینیا با نه اف ایشا با مروف نکاره چهی با آفرینه آفراندن شاهیه نیکن بیترش خمگینیه و جه ایش مروف تشتان دا آفرینه حتی گوتن الحاجه ام الاخترام و حاجه چیه پیوستی دایی که آفراندنه يعني كانت بيوستي وبيجي نبى مروف نكون تبقى مروف نا آجر نا راستي آجر ويواره نا راستي آفراندن نواره همه چیز به پیدیوی و به ایش و گریدایه زور سپاس جبوتا و تپرسن و هنه هم خوازن جیب کن بری ام دست به موزیکه بکن خواستم بپرسم بجی کرم تشتكي تبقى بيني جمال بوتا شعرك تبقى بيني تشتكي أبينه ليش؟ أبين دارم مامسا الأب أزوده أبو حوار جمرقو تشاهية تو أزمانك ساهية تو پرتو وروناهية من جيان لقلت ديه جبونا من تفرشت تقردون كريه بهشت دل بأذينا تمشت جمرت وحموتشت تو بخشاكي برهشيني بصور قلا تزنجيني تو جياني تو همجيني جيهانا من دخمليني من جيربوت تبلبلي تشيريني لبردلي دلي من بيتك عافلي يتناتج الجابر كله بود لي من تهيبيه تو أبينا بيشيه دلي من تني تديه أبينا من ياداويه وجينا من تستوني تو جيهان تو قردوني تو خشيو خشك بوني تو خشيو خشك بوني تو بهاري تهبوني تو بهاري تهبوني هم بداوی سپاسیا هاتنا هلوسوانا هیجا نزهت سیدو دکن کوریو هات و میوان من و میوان نابند آمد دسولوف و میوان برنامه مزانیار جبر کو او بشکی جوی جروپه و برنامه مدیش من بردام بری زوم من گلک برنامه چیکر لی جروپه و چالاکی ما هم هف پیوین بن هم جیجوی بشتابونه او با یعنی گر کو میوان نو جیجی او میوان کجدور باته دیسا جیجی هم بجن خمه میوانان و خمه هجمار میوان کوبین و نکه بیتر جبر و هف پیوین بیتون واقعن بویرا و هف پیوینا و پیشرا به مونتاج کرن و براف کرن و شف بیتر مجدور بیا و هم بی آوی بن او هف پیوینان بن و دبجی کو دمن پیش ام وقت استودیو کی کامه آماده کر امی کار خارجی بدیرنگی بکن یعنی ما به پلانه داخست جبو في حال ام بیجن او جه جمرا دم پیش نمینه ام کار خواب بکن دواره ببینم زور سپاس جاره کردن امی ری بدن هر دو هنرمندن خیلی دلال ما هنرمند عمران عزیز هنرمند داود خلیل و هر دو کاربین یان خوازن یک با بسترن یان به هفدره هون آمادنه هون آمادنه چاوا حضر کن امی ما مستر كندا هنرمند داود خليل هنرمندكي رسنة قالك فيديو كليب ويهنا هم تشوفين بسر يوتيوب هم بيديني لقناة ارت اف ام راديو ارت اف ام هم بيدين بيراهات شكرا وهروها دبرن دنجيجي ونها بيجن آمده بوني كليب النودك ويش مرا بحثي بكي لبكشي و شمرا سفرانك كيش بكي كلام بك ممصاش وتبدا بخير وخشي هاتنا ان شاء الله بلك سباس جبو هردو شاعر من ديد ما جعلوان ماجد كن قوتني خوش كان مگر کی براستی قوتني
رسن بون وخوش بون وكش كمان يعرف جي قلت لي قال لك خوش بون سباسيا ويش كان وجوار استرالي كيف فيجن
سپاس بو هنرمند داوود خلیل. انها از مده چالاکی امید داوی بکن به گوتا کرنا هنرمند و سیاست مدار هیجا عمران عزیز و کلام بکن پیشی ورا بداره مخاطب فرصة كشتا بكم بيت الدس ب كردستان خوابكي چه تكرينا برا سياسات و هنره هيا؟ هنر بشكل سياسة تكرين بسبب صالح. بله. جبركو سياسة مداري ما جيش يرو درجة بالو كل ما تقدر تكلمه يعني دنبش تقدر تكلمه جو بارتيك بيشتاوي نجري أو إنسان تنيه. بله. وتدرب بالمقابل جي أو هنرمند أو دنبش بو صوفية وغير بارتية. جبر بو صوفية بارتية جبركو ملتي ما نا زمان بري يقدرون بس خذوا ويخو استران كي بيج دنبش تقدر كيف الجفات الجفاطة هنا كاروني بيج أو تشتي بري شو إيرو بارتي تشتا هنرمند كي نجري أو هنرمند تنيه. أم راسية بيجن ومخابن بارتي ماجي مخابن از دیویژن نما بهوریام تو بارتی مدیش کنه وقت بتك هود منو کوله ربری ملتی خوابه پر گرینگی پر زحمته جه ام سازا خواه یانج استرانه خطه خدمتها انسان ده تی خدمتها ولاد پاریزی ده تی خدمتها کردستانی ده خدمتها دیروکی ده جتی خوشه اما جت سازا او تنبورا مکت خدمتها انسان کی ده يعني بنارين أتاكو ين دناب بارتيان دا كاري كي دكيد كاري ويد كذا خدمتا كسان نا كذا خدمتا جل. نا از بخورم. بله. از بخورم. هذه تا كاري سيفيل دا هيا. فر. بله. أنا أمتين فيدا روتين أم جانا تشاك كسن بيش كسن أم حتى جو أستني بين فر وإيرو رجع جفينا ميل فر هي از تنا خبين الفرونم از بهارم از بشيء خاصة إنساني بيجو كسبه شما جبركو أستن جبس كاركتيرهم أجبر رمانة جدا جبر هدفك كأستن أو زمان جبر نفرز صد إنسان بي أو نية شار إنسان هات لو بتاكر تركي خشه ما نخوز أنا بله شبر تو دبینی کو پیوندین جیواکی يعني شوين پیوندی جیواکی معنی بید من وسار تواصل اجتماعی رو قاربی رو لکی بلیستای کو قارب دنگ هر مروه که آزاد يعني هنرمنده که آزاد بگینه همون ملت به حسانی بکو پیوستی وی به پیشگیری پارتیان هبه او پروبلم كل ما زني يوم دبينين قلت هنرمنده مهنه بنادارم بله وسازفان لي مهنه جو جزار كحد كاري سازي كرنا كس ما اصلا كس وهنا جدو هاتنا عشتنا سازا بقى داره چند ستران گوتن آنين جفر گوتن دان هدو چار گوتن دان هدو ستران چکر وتدنر فلان نفقار ناكن هي در أول إنسانات دنرين أواد وهو دنيا خراب ودندري وسائل التواصل دندري تدو بس أو بخد تشكيبتنا تكاري بيتنا ترصيدي بيتنا تشكيبتنا يعني أو هنرمند قبل جماعة كروني ملك الراجل صازر خا وسترانا كريخينه هوار ما لسر مال برا بفالا وتري فالا يا بايا تشتي مهم أو صازفان أو هنرمند وتشكيب هذا كلك بيها بله أو هنرمند وكلك بيتنا به نه هنرمند إما زباي بحورم كلك بيتنا به تشتي بخاص بيتنا بن بريفات إيمينا خاص بينا به أو إنسان تنية أزبار إنسان تنية أما إنها ببيسن بس دقيقة كامل كان ما عدنا بشغل تشكيش أري حد تقول خسيقو بارتينا بشاينا بنابي تشتغل نديم ندرس يعني جبر بارتي وكسر كياباكن صار عفياباكن سر عفوا عفياباكن بالجهم بالجها إنه بس كسيب وكذا كيا باقش هم كسر كيا وخدمتها بيش الرجال أو نافي الرجال من مثال شيء أبقى فلسفة أوروبا فناني وانا أبو كلام مظن بكش وانا أمريكا بس السياق ده كان مو كان ناحية فكري ناحية فلسفي ناحية فكري ناحية مثلا قالك شيء أدبي بس كلام
ادبي جبت انتاجك وكان قاعد يرسم او كان واشيكي من حزب بتشيك من حزب بلا صف جايبين تعودي هاي بقى قاعد ديكشن فكره إلو في أم خو أباب نقول شاندا أوروبي قول جبت والبيشروجي زاروكي خو نكان كوري ما كان الشاشة أذكر بعد خو بشاشة جبت إلو ميجيم قبولناكي وكوري نكان ميجيم بيخي بيدري لا في هكذا خو أباب كي قول جباكا بيدري قول شاندا فيل حتى نحيا هالبس يجي هالبس زيف از نبي والله مهار من فقير والله شو ذا شو قيده صار دي افهم بس شيء زاركي من كان بعد بس اقول زاركي من كان بيست بيجي برجع اوروبي نمقبوله اسكارم فروداينا نمقبوله اسكارم جوابي بده كرمت اسقبول بكم ما مستوى بابي روجي بابي علي بركي تخشك توجي فهمك بيتشو او يجو هنرمند بارتي كارن مي هنرمندي بليجي بك وكارن وي كسيجي يعني كده يعني ابدا قد جير ناب تنهي قصدا بابي علي ابدا نقول باشا اختيكم جو كداوي هذه بارتي رايك نرى كداوي هبت هنا بارتي كارن بليجي لا نقال هيك نقال الفادي هاي بك جيني قال لك هنرمند انا ازكن او هنرواني رسم تنهي بارتيا او بعزماني حتى خسر او بلينكن كلام وعمي في شيء بهدار كن وما خلاص كرم قارن انسان هذا دوری جمینی رول بچاوین تو پرمزیک وررون البک برمن بچاوین مسلم مزیک چرا دوری جمینی رول بچاوین تو پرمزیک وررون البک برمن بچاوین مسلم مزیک گلو ما قدو زنجیره دبردن کار راه سجياد بازم غوزافتن دفازم سجياد بازم غوزافتن دفازم نجرباني چام خلات مسل بگم باخلات دب بالخنجوشير بجمرون چند وزير وكسيداي جگر فين دكن هوار وخيرين دب بالخنجوشير بجمرون چند وزير وكسيداي جگر فين دكن هوار وخيرين. طبعا الاخت هند موجوده معنا وشعارتنا الكبيره بيشرفني انه هالمره بدي اغني اغنيه باللغه العربيه لانه حضورك مشرف لنا بكل دقيقه.
از بداویه به شبکه سپاسیا هاتنا ودكم سپاسیا هموم لیبان دكم كهيرو هاتن اشكروا مجيئكم وحضوركم ونلتقيكم في فعالية أخرى للشهر القادم. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير. طابت أوقاتكم بكل خير. منتدى دوسلدورف الثقافي يرحب بكم في محاضرة اجتماعية تربوية تلقيها علينا المربية الفاضلة الأستاذة غربة مراد. غربة مراد لها باع في مجال التوعية والإرشاد وما يخص القضايا الاجتماعية. محاضرتها اليوم تخص المرأة ما قبل اللجوء وما بعد اللجوء، تسلط فيه الضوء على مجموع قضايا تخص حياة اللاجئين وعلاقة الرجل بالمرأة. لا أريد الإطالة وأترك الحديث للأستاذة غربة مراد لتتفضل مشكورا.
واعتمادهم الكلي على المساعدات التي يتم إعطاؤها من قبل الدولة، وعندما تزداد عليهم الطلبات يبدأ النزول العكسي وتبدأ معها المشاكل التي لا غنى عنها. ومن هنا يجب أن نقول بأن الاندماج شرط أساسي لنجاح كل لاجئ قدم إلى ألمانيا. هون نكون نحن انتهينا، ولكم جزيل الشكر والإصغاء، وبتمنى حال إجابة وأعطينا هالشيء يعني حقهم مثل ما بدنا. أشكر الأستاذة غربة مراد على ما تقدمت به. قدمت نبذة وموجز مختصر عن قضية الطلاق، وأريد أن أنوه إلى نقطة أنها تطرقت في البداية على نحو عام حول المرأة وأهميتها ودورها وما آل إليه وضعها في المهجر. وهنا يمكننا القول أن الطلاق يعتبر خيار في حال لم يتوفر هناك تفاهم أو انسجام بين الرجل والمرأة. والطلاق ليس وليد المنفى أو ليس وليد بيئة معينة. الطلاق يحدث في كل مكان، في الشرق أو في الغرب، والطلاق ليس بالجريمة وليس بالقضية. طرفين لا يحبان العيش فيما بينهما ولم يعودا ملزمين روحيا بالبقاء مع بعضهما البعض، فاختاروا هذا الخيار. وهناك قوانين مدنية تكفل الحياة فيما بعد حدوث الطلاق. طبعا كلنا لا نأمل حدوث هذا الشيء، ولكن هذا الشيء يحدث في كل زمان ومكان. أما موضوع ارتفاع النسبة أو انخفاضها فهي تحصيل حاصل. بالنهاية الطلاق يعتبر خيار في حال لم صعب العيش، فنجد أن الطلاق هو وسيلة للحرية لكلا الطرفين، فكلاهما سيبحثان في النهاية عن خيار يرتاحان من خلاله. موضوع الانفصال لا يتعلق بالبلد الجديد، وإنما موجود في مناطقنا، ولكن هناك أسباب اقتصادية أو أسباب سياسية أو أسباب اجتماعية أجلت موضوع الطلاق. ولكن هناك نوعين من الطلاق: طلاق غير معلن، يعني لا تفاهم موجود ولكن لا يحدث هذا الطلاق نتيجة أسباب تحول دون إعلانها، وهناك طلاق معروف وجاء نتيجة توفر الظروف المناسبة لهذا الطلاق. كما نرى أن الكثيرين تأثروا الحرب السورية. هذه الحرب أيضا جعلت الكثيرين يتزوجون هكذا دون أن يكونوا مقتنعين بهذا الزواج. عدم القناعة بهذا الزواج أصلا دليل على حدوث طلاق ضمني قبل حدوث هذا الطلاق العلني. إذا علينا أن نبحث قبل موضوع الطلاق الذي هو بالنسبة لي وبرأيي تحصيل حاصل. لماذا لا يوجد هناك زواج نابع عن اختيار، نابع عن ظروف مناسبة؟ وهنا أيضا في المجتمعات الأوروبية هناك هذه الظاهرة بشكل طبيعي، ولا يعتقد أنها ظاهرة، إنما هي حالة طبيعية. لماذا لا نتكيف مع هذه الحالة الطبيعية؟ لماذا نعتبر أصلا الطلاق موضوع؟ إذا اعتبرنا الطلاق موضوع بمعنى أننا نعتبره عادة، والطلاق ليس عادة. الطلاق شرعا جائز. أبغض الحلال عند الله الطلاق. إذا دليل أنه ليس عاد. لماذا نتعامل معه على أنه قضية، ونتعامل معه على أنه شيء مرعب ولا يجب أن يحدث؟ طيب إذا لم يحدث هذا الطلاق ماذا سيحدث؟ ما هو البديل؟ البديل هو ممارسة النفاق، يعني هو الأجمل، أم الطلاق أفضل؟ البديل الواحد يرجع لحاله ويفكر كيف كان عم يقضي أيامه ببلده قبل ما يجي لهون، كيف كان عايش حياته، وممكن يتغاضى عن كثير أشياء هون ما عاد يقدر يتغاضى، بس توفرت له المادة ما عاد يقدر يتغاضى عن القديم. أنا أريد أن أشير إلى نقطة، أن موضوع الطلاق يعتبر حرية كفلتها الأديان، كفلتها القوانين، ويجب أن تمارس هذه الحرية بما يصون الكل. نحن نعلم أن حدوث الطلاق سلبي، يلعب دور سلبي على الأطفال، ولكن لا ننسى أن الأطفال في حال لم يتوافق الزوجان واستمرت مشاكلهما، الأطفال سيتأثرون أكثر في حال
أكثر من أنه إذا حصل الطلاق. إذا حصل الطلاق سيتم الالتفات الأطفال، سيتم تربيتهم من جديد، وسيتم طبعا لا يكفي على الرجل أن يرى أولاده مرتين في الأسبوع، ولكن أفضل من أن لا يراهما أبدا، أفضل من أن يراهما الأطفال هو ووالدته في حالة شجار وفي حالة حرب دائمة. لا يخسر من هذه الحرب إلا الطرفان طبعا خاسر، ولكن الأكثر خسارة هم أولاد الأطفال. بالضبط. الضحايا. نعم. الآن أريد أن أفتح المجال للمداخلة. سنبدأ من الآنسة شيماء. تفضل. نعم. الزواج اللي هسه احنا بيه بألمانيا يعني مثل ما نشوف يعني بصورة عامة احكي على المجتمع الشرقي انه يعني تصير اول ما تجي الزوجة على اوروبا فورا تصير مشاكل، انه طلاق. احدث الطلاق اللي صارت انه امامي حالة طلاق جتي حالة مثل ما ذكر الاستاذ ريبر انه الزواج صارت بدون قناعة الطرفين. الشخصين سافروا المهجر فورا، يعني ما طولوا شهرين صار بيناتهم طلاق، والضحية ماكو لا تفاهم ولا انه يقتنعون ببعض، ماكو رأسا. المرأة ما يعني تريد الراحة، تريد التفاهم، تريد الشيء الزين من الاستقرار لبيتها لأولادها، يعني فورا يلتجئون بالطلاق أو فورا اتصلت على الشرطة مثل ما ذكر الأستاذ ريبر رأسا إنه تعالوا انقذوني، رأسا تنهزم يعني تطلع من البيت والضحية راح تصير الطفل. وهنا بأوروبا ينطون يعني المجال، يفتحون المجال لهذا الشيء، يساعدون، يعطوا مجال للزوجين، مو بس ينطوهم مجال لهذا الشيء، لا يساعدون المرأة. أنا اللي دا أشوفه إنه المجتمع الغربي دا يساعدون المرأة إنه على هذا الهدمان، إنه يفتحونهم البيت اللي هو الفراون هاوس، رأسا ياخذون المرأة، ياخذون الأولاد، يسحبوهم لعندهم، يصير تداخل بالمحكمات، باليوجنت آمت، يعني الضحية اللي راح تصير هم الخسارة للطرفين، بس الخسارة الأكبر والضحية راح تصير للأولاد. هذا اللي الشيء اللي زاد نسبة الطلاق هو هذا الحق اللي يعني اللي استحقته المرأة في دول يعني دول الرجال. نعم. الآن الآنسة رابرين، تفضلي إن كان لديك رأي. لدي رأي، بس أنا بدي أقول مو عن المرأة بشكل عام، أنا بدي أحكي عن المجتمع. لما قلنا إنه في محاضرة عن المرأة أغلبية الرجال خافت من هالشي، وفي منهم قال ما بدهم يجوا بسبب إنه خايفين رح نعطي الأهمية للمرأة ونغيظ الرجل، أو شلون بدي أقول يعني هو رح يصير إنه هو الشيء الحلقة الأضعف، صح؟ إنه الحلقة الأضعف بالنسبة لنا. نحن لا، نحن حتى بالمحاضرة ما حكت عن المرأة بشكل عام إنه هي المظلومة وهي هي اللي كل شيء بالمجتمع، لا، نحن عم نحاول نشوف حل ليصير في توازن بين المرأة والرجل بشكل عام. نحن مو أهميتنا من هالشيء اللي عم نطلعه إنه نسوي المرأة هي الكل في الكل وهي تكون كل شيء في المجتمع، لا، نحن بس بدنا نوضح إنه نساوي توازن. المرأة الأمية نحاول نلاقي لها حل، يعني نساوي توازن بين الرجل والمرأة لحتى يكون المجتمع صح وعم يمشي صح، ولحتى الأطفال يتربوا بطريقة أصح. بس شكرا. نعم. الشاعر عدنان شيخي، تفضل. مساء الخير للكل. هلا بطبيعة الحال الأستاذة قربة مراد مشكورة على المحاضرة اللي قدمتها. طبعا هي تطرقت لأكثر من مفهوم بالمجتمع، سواء الاندماج سواء الطلاق، لكن بما أنه الطلاق صار عليه جدل كبير فأنا بحب أتدخل بهذا الشيء. هلا بالبداية مفهوم الأسرة هو مفهوم أعمق بكثير من مفهوم إنه يتم تدميره على أساس بسيطة جدا، لأنه أصلا ميثاق الزواج بيتم تأسيسه عن طريق في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في المرض والشفاء يعني.
اغلب حالات الطلاق اللي تمت هون هي كانت نتيجه شيء واحد بس، هو استقلال المراه ماديا عن الرجل، وهذا الشيء كان مش متواجد بمجتمعنا يعني. فهذا الشيء مو غلط اذا كانت المراه بلشت تشوف الطلاق هو حبل نجاه لها، لكن دون التاثير على المؤسسه الاكبر بالمجتمع اللي هي المقدسه بالمجتمع، يعني اللي هي اسره، لانه بناء الاسره يعني بناء المجتمع، بناء المجتمع يعني بناء الامه باكملها. هاي من الجانب الاول. اما من الجانب الثاني عن طريق الاندماج هون مثلا حياه المراه قبل وبعدها، كمان فينا نعتبر انه المراه كانت معنفه بمجتمعنا بشكل قاسي جدا يعني، فكانت تتعرض للذل، اذا بدها تروح عند اهلها بيرجعوها لعند زوجها ولو كان زوجها ظالم. تمام. مثلا المجتمع بيطلع على مفهوم المراه المطلقه، مع احترامي للمراه المطلقه هي تاج راسنا يعني، كان بيطلع عليها بمفهوم العاهره. المجتمع كان بيشوف عليها انه الصيد سهل. اغلب الشباب يعني كانوا بيشوفوها حتى هون على الانترنت يعني بنشوف عشرات الرسائل المسربه من دردشات هن عم يتم توجه فيها باتجاه المطلقات على انها صيد سهل. وهذا الشيء نتيجه هذا الشيء وهالتراكمات المجتمعيه اللي اجت نتيجه اشياء بعيده جدا عن الدين. تمام. طبعا بتدخل هون بالدين لانه حضرتكم ذكرتوا ايات قرانيه يعني. تمام. الطلاق ابغض الحلال عند الله، وكمان استاذه غربت ايضا ذكرت بهذا المجال. المرأة نتيجة هالتراكمات المجتمعية اللي هي الدين بريء منها، هي كانت عادات وتقاليد متراكمة، المرأة حبت تكتم هاي الرغبة بالطلاق فقط لمجرد ما تصير المجتمع يطلع عليها بنظرة دونية. فبشوف انه احيانا الطلاق بيكون حبل نجاة، لكن قبل ما يتم الطلاق لازم يكون في دراسة شاملة بين الزوج والزوجة، مراعاة ظروف الأولاد، مراعاة الحياة، نموذج أنماط التواصل المجتمعية، تأثيرها على العائلتين، لأنه بالنهاية أي زواج بيتم العائلتين بيكونوا بيصير اندماج عائلي بين عائلتين مختلفتين من ثقافتين مختلفتين. فهذا الشيء ممكن بعد إذا تم الطلاق أو إذا كان في صلات قربة أحيانا عائلات تنفصل كمان. فلازم يراعوا كل هالظروف، حياة المستقبل الأطفال أهم شيء أول شيء. تمام. ونتيجة هالأشياء كلهم هذا اللي بيصير. كمان في نقطة كثير إيجابية تطرقت لها الأستاذة غربت، هي غلاء المهور يعني. فالناس هلا حاليا صاروا يطلعوا على المرأة كسلعة يتم بيعها عن طريق أهلها، وهذا الشيء مرفوض بالمجتمع. يعني الشرع حلل انه يكون مهر تكليفي، وحتى الله بآيات القرآن انه قال اذا زدتم عليه فلا تأخذوا منه شيئا يعني. لكن هذا ما بيعطي حق للأهل كمان يتحكموا بالرجل، لانه نحن بنعرف ظروف المعيشه باوروبا. طبعا مش عن نفسي عم نحكي، بشكل عام عن ظروف الشباب عم نحكي. ظروف الشاب هون ممكن يقدح 12 ساعه 13 ساعه بالحياه لحتى يقدر يامن حياته. بجانب انه ما ننسى اصلا اهله بسوريا مطالبين منه حتى لو ما فيش اهل كمان يعني هالمبلغ اللي بيتم تقديمه على نص كيلو ذهب مثلا مبلغ 20,000 يورو ممكن يساهم بتزويج حوالي 9 شباب 10 شباب مش لايقين يتزوجوا بسوريا. فنتيجة هذا الشيء بدل ما نحن نقدم فقط استعراض انه لدي كثير مال كثير ذهب، عندي حفلة خرافية عملتها بصالة كبيرة جدا والى اخره. انا مش ضد هالمفهوم الصالة والعرس والى اخره، لكن بشكل عام يكون الموضوع متوازن. وبالنهاية الشاب لما بيكون عنده اكيد ما حدا بيبخل على نفسه. بعتذر طولت عليك. شكرا. عبد الله تفضل. ما عندك شيء؟ عندي لا. تمام. مصطفى شو جمته هي؟ جمتنا هي ساعتها خوش به وكذا به عدد كنت انه ثاني بكم شبابك سركه هي الولد ما قانون تناجي وديجي مسألة لا وعي يعني نازون بيه ام بمشاكل ما بيشتك سببيه عبد تشتنونه فعرف جوكي اوروبيه موتنا بيه داري تعبي حتى عدمين فرقك هي قواعي هابو انه بري ميرو جنودو عددين بيجيشتك بيري او مريد بيني مثلا بالماتير جني خو ذكر جن بيوكي بقرب بيوار بيداري ام جواكين هو نوكي الولتي ما بالقانون هاي ولتي ما قانون تنابي تدو خوزام قال هبد جيوني بكن تي او عقلي خوي عقلي خوي الولد في بوجدو تشاكي تي البداري حقيقة شيء ميجي هاي حكي ما حرد واكل تروجي دبي عمي بردوام كنت تروجي نو بتل مولخ على المولخ جنجي عينه وسوي ميرجم جنيه خورا بوقتنا بكره يعني قالوا واعيها بس انا بينا بس دبي ألف خلافات شنادي بين هو ام بينا شوري صار زمانه روز مسألة زواج نو دولتي ما دارو وقت نور قودية انه فعلا جي ابشتو بمارو بردر بس بينا
بلکه مربوط بیج بسوبنا خیلی نجمیره خو ظلمت اللي كنا اللي دونا دار كنا قدينا ماشي مولتا مريتا جبري حميد شو ظلمت قبل ذكر أبجي عرفك نبوشة تشتنها المد بيوري مخاطر بين قلتنا تاني وكم دونا بين واحد جبري حميد تشتيك واحد يابس عندين درماني حد تشتيك بله مامستا ابو جوان نوی جوان ابو جوان باب جوان ما تراست تم محاضره تهنکی درنگ هاتی کت لی ام تخازن نرینا تا گهدار کن سر پرسکریکا بیجن گور ناو نیشانا سمینر پرسکریکا بردانه لویو دوی والاتی داد مجبر چه زیاده دبی نرینا تا یعنی تو چه نرینه سروی اکید بیجی کرم بکن براستي يعني جن بري مودي سلامك تشكري جن جيانا بله يعني بيرك براستي جيانا بس شغال ومراج هبدو فهمك مرا خاصة دفي ولا تهاني دي مرا هر تشتي خو قاعدة دي يعني يقول لك تشتي والفرشة دبن أسباب وان معروفة من شما يعني الولاتي ما بيركي خو كلك جيل مددان سوري يعني بدانا بسمامي بلكي بيد لي ويبا دوت بي بدن بسمامي او ما ذكر مشكله وان شدون اجا او تشتيقوا الويدكي هاتي حملاندين او لا خلكي ما يعرفها الفيدكي فالا كده عرفتي يعني اسباب الطلاق الفيدكي اب كلك سباسياوتكم وجادي جن جيان استاذ عمران تفضل. بدي احكي باللغه العربيه وبعدين بدي احكي بالكردي طبعا مشان الاخ تفهم والاخ عبد الله تسلم. نحن كنا بوطننا مبسوطين بكل الحياه اللي عايشينها من فقر من كذا 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 كنا بنتحمل كل شيء. لكن الاستاذ ريبر اهان الموضوع جدا وقال شغله بسيطه جدا اذا اثنين اتطلقوا ما في مشكله بده يبنوا حياه وما مستعدين يتحملوا بعض. كيف كنا بنتحمل بعض قبل 30 سنه بسوريا مع كل الاشياء اللي كانت غير متوفره عندنا. الرجل يخرج بيشتغل بالاعمال لانه مدرس لانه دكتور لانه مهندس وبيرجع اخر اليوم لبيته وفي سعاده بالاسره رغم كل شيء موجود. اما هلا كل شيء موجود بس السعاده مو موجوده. كل شيء موجود كل شيء متوفر لنا بس السعاده مو موجوده. ليش؟ شو السبب؟ السبب انه الدوله عم تعطي كم قرش راتب للعالم. هذا هو السبب. او المراه او الرجل. نحن اولا كرجال نحن مو مستعدين نتحمل المراه باي شكل من الاشكال. اي شيء وطاني طقرق نحن خالصين. مثل ما بيقولوا بالعاميه الفيوزات كلها بتضرب وبينسى كل شيء بحياته وانا واحد منهم. اما الحقيقه المفروض الانسان يراجع حاله يفكر قبل ما يتصرف او يتقدم لاي خطوه بيعملها. وكمان المراه ما شاء الله فهمت مفهوم خاطئ الحريه بالمانيا، مفهوم خاطئ للاسف الشديد. وحده بتقول لك انا خلصت من زوجي وهلا صار عندي اصدقاء المان وصرت بطلع على كيفي وبلبس على كيفي بتمكج على كيفي. طب يا بنت الحلال تمكجي ببيتك افضل لك. الحريه حريه العقل مو حريه اللبس مو حريه المكياج اللي انت عم تحطيه. الحريه حريه الفكر. ما حدا معك تشتغلي بس اشتغلي على حالك، اشتغلي على عائلتك، اشتغلي على اولادك قبل ما تشتغلي على اسعاد العالم الاخر. حريه اراء. فمن هالمنطلق بتمنى كل انسان يفكر قبل ما يتصرف اي تصرف. نحن كنا مبسوطين ببلدنا واجت علينا هالبلاء. نحن هون حولنا البلاء الى 20 بلاء لانه ما عم نفهم بعض ومو مستعدين نصبر على بعض. ام نما هدو قبول دكن جنوبي نما هدو قبول دكن دماليده ايه چدا بات چه دبه 24 ساعه دنره پلیس جمهور قرآنی جت جعديه يا اخي او بوليس جماجي هبو شما تمارك قبول ذكر شما حياتك فجيانا تكيف وتسر بلند بو تحمدش قبول ذكر ايه جبوش ايرو تنما وي حياتي قبول ذكر تشما نما
يعني خب شي جرام بك شبوش سبب شيء سبب شيء ام نما هفدو ام قلت لك هفدو دانا قرطين ايه بريمات شيء بون فدا بيش فقيرن فدا كسي جوي دامتنا يقش سر في حكومتنا قلنا بوا مساعد بروي محكي مساعده دانا ما هذا ناند مالا يتنيه برا ما هي مشبهه ب ام بيش كسر خو بسكنن وسباستيا ما مست غربه مراجع دكن جو اف خطوه دس بيكر بلكي بيرك ما بالكامل يعني بيرك لسر خو بسكنه وقاضي كي بيج دباريشه نل مالا فرازايبه يعني اجتماعات شدبن ندوات شدبن مهرجانات شدبن تنرد بيرك تنيه شماتنا جبرقو او بخسر قناه عاده حطاق والزلام عم ديجن تقصير زلام بيرك بسر قناه عاده وقتك بيرك بخازه كاركي بك زلام نكار جير بينك جبر علي كار يجبر بك لكن ام بيش مقصرا عم تحكي بيرك مقصرا كزلام عم تحكي بيرك مقصرا وبيرك جيت تحكي خو ما لقد مقصرا وسباسيا وهميات كم سر ناريني وال انت عندك شيء حابب تحكي؟ الحقيقه انا بدي اشكر الاستاذه على المحاضره القيمه اللي قدمتها وبشكر الجميع. افكار كثير كانت حلوه. عندي خلاف شوي مع بعض الاراء، يعني مثل ما سمعنا الناس كله فكروا انه المراه لما اجت لهون وصار عندها راتب او صارت مستقله ماديا فهي قويت على زوجها او هيك. لان احنا اذا بدنا نرجع للحقيقه نحن كنا بمجتمع يعني 100% ظالم بشكل رهيب. كمان المراه عندنا مظلومه. صح هلا اغلب الرجال بيقولوا كانت مبسوطه وكنا سعداء، الحقيقه انت كنت سعيد بس هي من جوا ما حدا حاسس فيها. المراه ما كانت سعيده، لا هالشيء ما كان صح. هي كانت عم بتحاول تتعايش مع حياتها، عم بتحاول انه تكون سعيده قدام الناس، عم بتحاول تتخطى كل الازمات اللي عم بتمر فيها، بس هي حتى ما بتقدر تقول انا مو سعيده. يعني للاسف هيك كنا نحن بشكل عام، يعني اغلب النساء طبعا في بعضهم سعداء لدرجه معينه، بس ما في هي المراه اللي هي حققت نفسها وحاسه بحالها انه هي الانسان الصح بالمكان الصح. اذا بدنا نرجع للبدايه، طريقه الزواج عنا غلط، طريقه الخطبه عنا غلط. يعني العروس لما بتشوف خطيبها مره ولا مرتين هذا الشيء اكبر غلط. شو مره ومرتين؟ انا ما بقدر اعرف شو عقله، اصلا ما بتقدري تعرفي عنده مرض نفسي ولا لا. لو بيجي كل اسبوع مره لمده 2 أو 3 ما بتعرفي شيء. ممكن بعدين بيطلع عنده اما مرض نفسي، ممكن مرض عقلي، ممكن مثل ما نقول لختة صغيرة بعقله بتخرب حياتك وبتعيشي دائما مظلومة معه. نحن طريقة الزواج عنا غلط، ما عنا يعني بدها دراسة كثير، بدها تغيير كثير. طريقة التعارف، طريقة الخطبة هي أولا. ثانيا وقت المرأة بتلاقي حالها هي بالمكان الغلط، مثل ما قلنا مجتمعنا كثير بيظلمها انه هي مطلقة، لكن بالحقيقة أنا بشوف الطلاق هو أفضل حل، ولا يضلوا الأولاد بين أم وأب عم يتخانقوا، لا الأولاد بيعيشوا مبسوطين، هن مو ضحية، بالعكس هن حيكونوا كثير يعني بتنقذهم الأم لما بتطلق، بتقيمهم من قدام رجال عم بخانقها، عم بهين أمه. هذا قد إيه عم يسمع الطفل شغلات وأكيد كلام سيء، هيك الحياة بنظرها مشاكل، فهذا غلط يضلوا سوا. بالعكس لما بينفصلوا هذا الصح للولد، بيربى ممكن يتداركوا المشاكل هي ويبعدوه عنها. يعني لما بيبعد عنها اكيد انتم حتنشئوا طفل سليم، اما بالمشاكل هون الطفل حيطلع غير سليم، يعني لا عقليا ولا نفسيا ولا حيكون ناجح، يعني غالبا غير ناجح. الطفل اللي بيربى بعيله فيها مشاكل حيكون غير ناجح. هي شغله مثل ما قلتي الاستاذه بالنسبه للشغله الثانيه، بس بسرعه عن المهور. المهور كل عمره مثلا بسوريا كان المهر خلينا نقول من 20 سنه 150,000 او 100,000، هي اقل شيء 100,000. كان الراتب 5,000، يعني المهر 20 ضعف عن الراتب. هلا الراتب هو خلينا نقول اقل راتب 1000 ضرب 20 يعني 20,000. ليش هلا عم نقول انه ما بيقدر؟ غرفة النوم مش عم بتدخل يعني، بس مثلا لكن هون انت بدك تحسبي 20,000 ذهب
عدا 5000 للملابس والى هلا اخره. كثير إذا عندك أشتري فرش البيت، يعني عندك فرش البيت كمان 10000 بيطلبوا اكثر. هلا مثل نحن عندنا مسجل مثلا مسجل 20000 تسجيل مقدم، وتسجيل مأخرين ما بتقبض شيء، مجرد لبس البدن اللي هون اختلاف ثقافات معناته نحن بمجتمعنا ما في شيء مسجل، لانه الشيء بس اللي هو بيتسجل نوعا ما بيتحدد. بيضمن حق البنت بالذات بالغربة. هلا عم يطلع ناس عن جد لا عائلتهم نفسها ولا ماشي. دفتر ولا هويتهم نفسها ولا اسمهم ولا ما بتعرف لمين بيطلع منتمي، وعم بيكذبوا على كذا عيله وعم يفوتوا بيوت ايه والله هالشيء كثير اعتقد ان المراه شهادتها هي اللي بتضمن حقها، مستواها الثقافي هو اللي بيضمن، عيلتها اهلها تعبها على نفسها هو اللي بيضمن حاله، مش انه 20000. فنحن مجتمع اكيد نحن مجتمع ابسط، حدا ما بيصرف بالشهر 1500، فلنفرض 20000 ما راح يعيش المراه 6 شهور. صح. فهذا مش ضمان. هلا هو انا بعتبره بس مجرد انه معلش خليه يحط بباله انه علي شيء لازم يكون يعني فكر كثير قبل ما ارمي هالبنت، او يعني اطلع أكيد. اعمل مشكله معه. كمان رح ناقش عن نقطه ثانيه، حضرتك قلتي انه الاولاد اذا يتربوا عند الام لحاله او عند الاب لحاله بيكون افضل بكثير من انه يتربوا باسره فيها مشاكل. لا، اخطر المجرمين عبر التاريخ كانوا عند ابوين منفصلين. تمام؟ يعني ما فينا نحكم انه بمجرد ما صار انفصال بيناتهم والطفل بلش يعيش مع امه او مع اهله، تمام؟ لا، عبر التاريخ بدا من بلا ما نذكر اسماء، يعني اغلبهم كانوا عايشين بس الاسماء ما بيحضروا لي يعني، تمام؟ فمنهم جيجانتي كان اكبر رئيس عائله مافيا بصقليه وبامريكا، تمام؟ كان هو عايش مع امه. اكيد في حالات والاكثر محرض له كان هو امه. انه هي الحالات هي يعني هيك حيطلع، لا انا عم شوف انه اللي عم يعيشوا ضمن مشاكل فعلا عم يطلعوا مرضى نفسيين، حتى اللي عم يعيشوا منفصلين كمان. وحتى في منهم لهيك لازم قبل ما يفكروا يجيبوا ولد لازم يفكروا فينا نقول عن الحالات بمؤسستهم قبل ما يجيبوا ولد، لانه قرار الولد لازم يكون مدروس صحيا عن طريق فحوصات طبيه للابوين، مدروس اجتماعيا عن طريق رعايه تربيه. حتى الدين بيقول انه تربيه الطفل من عمر السنه ل 6 سنين هذا هو اساس التربيه. هي التربيه تمام؟ بعدها بيصير بلش التربيه الاخلاقيه والدينيه له من عمر 7 سنين ل 14 سنه، بعدها فيك تتركي لانه انت اسستي اساس صح. بس هيك مداخله. عندك شيء تضيفيه كمان؟ لا، هذا اللي الافكار اللي انتبهت لها، بس موضوع انه لهلا نحن وصلنا بالمانيا ولسه عم نحس انه المراه هي اللي عم تظلم لما عم تطلب الطلاق. هي كمان روح وكائن ولازم تعبر عن كل شيء، لازم تكون انسانه مرتاحه بحياتها مثل ما الرجل مرتاح. مو دائما نطالبها بالتضحيه، بس هي الفكره. تفضلي. هلا هي قالت انه الرجل ما عم يتخلى عن غطرسته، هذا اهم اسباب. تمام، هذا هو هذا اهم اسباب. هذا صح. انا يعني ما عم نرمي اللوم على خط المرأة أو على الرجل فقط، الطرفين لازم يبلشوا بالتغيير. يعني نحن صرنا ببلد اللجوء، لازم نحن نغير من عاداتنا، نغير من تقاليدنا، نغير من أفكارنا، بنشوف نحن عن بلد مثلا كيف عايش، كيف نحن كنا عايشين ببلدنا. يعني نحن ببلدنا الأميين كانوا في نسوان، أنا يعني صادفوني نسوان كنت عم بسالهم انه مثلا انتم ما بتعرفوا تفكوا الحرف، ليش ما بتروحوا على محور الاميه؟ قالوا لي شو معنات محور الاميه؟ كلمه محور الاميه ما كانوا يعرفوا، ما كانوا يفهموا شو معناتها. مثلا يعني هاي بحد ذاتها انه المراه عندنا طبعا القانون كمان مثل ما ذكر الاخ، كمان القانون عندنا ما كان مع المراه. القانون عندنا اصلا ما كان في حقوق للانسان، مو مثلا ما كان في حقوق للانسان. الانسان ما كان له حق، ما كان لا المرأة ولا رجل ولا شيء، صح؟ ما كان في حقوق للانسان. المرأة اذا طلقت بدها تحتاج شلون بدها تعيش. طبعا هاي المرأة اذا ما كانت موظفة او متعلمة او مثلا كيف يعني بدها تتحمل كثير. هاي كمان ظرف من الظروف، المرأة بدها تتحمل رغم عن ارادتها، بدها تتحمل لانه اذا طلقت بدها تتبهدل. هاي طبعا نحن صحيح بلشنا المداخلة بالعامية لما تلاحظون. كمان هذا يعني فنحن هلا هون باللجوء ببلد اللجوء طبعا يعني الأنظمة والعادات والقانون طبعا مو ببلدنا، يعني فرق فعلا بين السماء والأرض. نحن ببلدنا بلادنا دول نامية،
ما كان في للمرأة حق، ما كان يعني المرأة لما بدها تحضر بدها تقرأ الندوة بشيء محاضرة أو مثلا بشيء تشارك شيء أنشطة مثلا، كانت تحس بخجلة إنه أو مثلا الرجل كان يطلع عليها نظرة إنه المرأة بدها تجي تلقي علينا محاضرة يعني فعلا كان حضورها خجول مثل ما أنا ذكرت بمحاضرتي، كان حضورها فعلا لهم وعايشين فيها. للأسف هلا كيف بدها تتقبلك بهالأفكار؟ يعني كانت مظلومة وصابرة، بس هون فعلا ما أنا مضطر تضل مخنوقة كل عمرها، يعني مثل ما هو هالعمر يعني عن جد وحدة بدها تضل مظلومة كثير. نحن ما بنقول بين ليلة وضحاها لازم تغير فكرة أو الرجل مثلا يفكر، نحن ما طلبنا هالشيء، طبعا بالصبر، لازم الإنسان يتحلى بالصبر، لازم الإنسان يراجع نفسه، لازم الإنسان يطلع لقدام دائما، ما لازم يطلع لورا. وكمان الاندماج مثل ما ذكرت، يعني هون في هون أصدقائي صديقاتي هون صار لهم أكثر من 7-8 سنين، يعني هون لسه ما التحقوا بالمدارس مشان اللغة. يعني كمان يعني شيء مؤسف انه مثلا ليش لهلا انتم بعز قوتكم بعز شبابكم، يعني انتم افكاركم فكركم لسه عم بيتقبل انه مثلا تتعلموا اللغه، مو مثل الانسان مثلا مسن بيروح ما بيدخل من هون مثلا بينسى من هون، يعني كمان هاي صعبه. ونحن نتمنى انه مثلا هالندوه ما تكون الوحيده، تابعها تتابع، تكون في ندوات، في محاضرات لتوعية المرأة، ويكون في حضور أكثر. أكيد يمكن لتوعية الشباب لازم الأساتذة هم ما يقصروا بتوعية الشباب. إذا قصرت بأي شيء عندهم أفكار كثير حلوة، بس لازم الشباب كثير هون كل واحد جايب أفكار أبوه وجايب فيها لهون، كيف شاف أمه بده يعمل هون، ما بيصير هيك. هون البنات أبدا مو متقبلين. أنا ما عم بحكي بصراحة، أنا عقلي لسه عندي افكار شوي قديمه، بس انا عم شوف هذا الجيل من اولادنا غير متقبلين لافكارنا ابدا، فلازم كمان الشباب تتغير. اذا بدنا نشوف الاستاذ ريبه كلها راح نطلق. هون عزيزتي انا انت قلت انه الشباب ما بيتقبلون، طبعا ما راح يتقبلون. انا ما فيني، انا بنتي ما فيني اعيشها بزماني اللي انا زماني ما كان في تكنولوجيا، ما كان في تليفونات، ما كان في يعني صحيح كنا ندرس، لكن هالشغلات هاي ما كانت في ايامنا. فانا ما فيني اعيش بنتي بزماني اللي انا كنت عايشه فيه، الى زمانها، الى حياتها في الدنيا عم تتطور، يعني استخدموا العلم في العمل، التكنولوجيا، يعني حياه متطوره، حياه متقدمه، افكار جديده. فانا لازم اتقبل بنتي. احيانا مثلا بنتي او ابني مثلا احيانا بيكون رايهم اصح من رايي، لانه هن عم يتكيفوا مع المجتمع الجديد. بتمنى كمان بس في عندنا كمان شغلات يعني لازم اكيد اكيد هاي العدميه الدراسيه مثل ما بيقولوا صعب. اكيد في طبعا يقولوا خذوا الحكمه من المسنين، يعني من كبار السن طبعا. استاذ من المجانين شو القد انت اخر شيء قلت جملتين يمكن اخر شيء قلتم بالقد ما فهمتهم. شو النت؟ قول لي انا شو حكيت بالكردي؟ ما انت كردي، ليش ما تحكي كردي؟ لا ما حفظت ولا كلمه. ما فهمت ولا كلمه. انا قلت اللي بده يمشي ورا الاستاذ ريبه بده يطلق. لا ما هي قلتها بالعربي، قلت وقت محادثتك قلت جملتين بالكردي بعدين هي. انا حكيت انه بالكردي انه نحن لازم نترك عاداتنا السيئه، نحن الرجال لازم نترك العاده السيئه اللي كنا عايشين فيها ونتقبل الواقع الجديد. نحن لساتنا عايشين بعصبيتنا القبليه قديما، مثل ما كنت عايش بالقامشتي انا نقلتها معي لهون وبدي اتعامل مع بنتي وابني بهالعقليه، وهون كارثه. لازم نحن نتقبل الحياه الجديده، التحضر، الشيء الجديد. طبعا مستحيل انا بهالعمر ارجع يعني عايش اولادي مثل ما انا كنت مثلا من 50 سنه، مستحيل. فبتمنى انه جيل الشباب يبيدوا الرايه شوي. نحن ما شاء الله سودناه بما يكفي، بما فيه الكفايه. نحن سودناه ما فيه الكفايه. بتمنى اولادنا بقى هن يشرفونا اطباء ومهندسين. هيك تعلمتوا وهيك المجتمع كله. بالعكس بنعذر، يعني هن لازم يعذرونا اولادنا. نحن فعلا هيك ربينا وهيك تعلمنا،
بس هلا انا بحس لا لازم نغير، لانه لازم نعلمهم كيف يعيشوا. بكفي ربنا ونجي معهم على الاقل نوقف معهم، ما نجي ضدهم. بكفي ربيناهم على العلم والفضيله ودخلناهم الجامعات وتخرجوا من جامعاتها، وبنرفع راسنا بانجازاتهم لهلا. الله يسلمك يا رب، والحمد لله. يعني انا يعني ما عندي اي صدمه باتجاه اولادي او اتجاه عائلتي بالبيت نهائيا. الحمد لله انا كثير مبسوط بحياتي وعايش حياه جدا رائعه. هاي صديقتي موجوده المهندسه رابين، صديقتي بنتي وحبيبتي. في نهاية هذا اللقاء لا يتسنى لي إلا شكر المحاضرة المربية الفاضلة الأستاذة غربة مراد على محاضرتها القيمة والمثيرة للجدل، والمحاضرات المثيرة للجدل أو النتاجات الإبداعية المثيرة للجدل هي التي تكون موضوع الساعة، موضوع الحدث. لهذا يعني أنصح وأتوجه بجميع المعرفيات والمعرفيين أن يتجهوا نحو منحى وضع الضماد على الجرح. محاضرتنا هذه ستكون البداية لمشروع المهندسة فرين ومؤسسة اتحاد المرأة الحرة. هي مؤسسة ناشئة، هي فكرة الأستاذة رافرين، ونتمنى أن جميعا نساندها فيما تذهب إليه، ونتمنى أن نحقق حضورا ونحقق مشاركة واعية في قادم الأيام. عملية تغيير المجتمع أو التأثير به هي عملية جماعية، صحيح تتم بجهود فردية، ولكن ليست بمعزل عن مساندة المجتمع، ليست بمعزل عن المجتمع. لهذا منتدى دوسلدورف الثقافي يضع على عاتقه مهمة تنمية هذا الجسر ما بين المبدع والمجتمع، ما بين المحاضر والمجتمع. ام بدو زمانان لبر چالاکی نخواه چیت کن، یعنی ام کردن تباهی پریانی ما کردن لدوی هم پنجره نخواه جی خلق کردن راشی لکن گوتنه کی غاندی هیا بجه از دریه خواه جی بیرا بدر کم لیناه لم او با من شکوک من هلکه ام کردن دمینن کرد ل نایواتایک و اموی کردی هانی پاشکتی گرتی ام کردین بکرینه ونمونه ما نمونه کی بکریه ام خازن ذي كي نشان بدن. هناك مقولة للغامدي تقول: أنا أفتح أبوابي للرياح ولكن لا أسمح للريح أن تقتلعني من جذوري. معنى أننا كمكونات عربية أو كردية مدعوون بشدة للانفتاح على ثقافات هذه المنطقة. ألمانيا ليست الألمان وحده، هناك أكثر من جنسية، أكثر من قومية تعيش هنا، ومن واجبنا ومن واجب منتدانا أن نمد جسور الانفتاح، الاندماج. والاندماج هنا لا يعني الانصهار، الانصهار لا نحبذه ولا نريده، بينما الاندماج أمر مرحب به لأنه يعني الحماية أو الحفاظ على الخصوصية الثقافية العرقية إلى ما هنالك. أنا سعيد جدا بوجودكم، وأتمنى أن تستمروا فعالياتنا شهرية مرة في الشهر، وفي كل شهر شيء آخر، إما حفل توقيع أو أمسية أو ندوة أو مبادرة يطرحها هذا وذاك إلى ما هنالك. دمتم معي.